أجمل الأماني وأطيب الأوقات لكل مشاهدينا ومتابعينا الكرام أينما كنتم. أحييكم بتحية من القلب يطيب شذاها مسكا وريحانا وتحمل في طياتها حبا ووفاء. طاب مساؤكم وطبتم أيها الأحبة. نتواصل معكم عبر شباب سبورت ونقل مباريات الجولة الخامسة من دورينا. وصلنا إلى المحطة الأبرز، هذه المحطة التي تتمثل بلقاء أبناء القيثارة بأبناء الخابور. الشرطة في مواجهة زاخو على الهواء مباشرة. تحياتي عبد الله العامري معكم في التعليق والوصف الكامل لهذه المباراة. طبعا المباراة التي يقودها الطاقم تحكيم مؤلف من الدولي السيد محمد سلمان حكما للساحة، يساعده كل من أحمد صباح ومقداد عقيل حكمين مساعدين، بينما سيكون السيد محمد حازم حكما رابعا والسيد هيثم محمد علي مقيما للحكام. هي أمسية كروية جديدة، هي مستديرة على مستطيل آخر تجمعني وإياكم، لغة يفهمها الجميع، موسيقى تعزف في كل مكان في العالم، زاوية كروية جديدة في دورينا. نتمنى أن نستمتع بأحداثها ودقائقها. هنا الصورة تظهر على السيد عبد الوهاب أبو الهيل مدرب فريق زاخو، بينما لدينا في الجهة المقابلة السيد مؤمن سليمان هو مدرب فريق الشرطة، المدرب المصري. معكم إذن على الهواء مباشرة مشاهدين ومتابعين في كل مكان عبر شباب سبورت. نتواصل معكم على الهواء مباشرة ونقل أحداث مباراة الشرطة وزاخو في استاد الشعب الدولي. أهلا بكم مجددا إلى ملعب الشعب الدولي. أقول ملعب الشعب الذي يشهد الليلة عودة تدريجية للجماهير في المدرجات بعد إغلاق لموسم ونصف. ها هي الجماهير تعود شيئا فشيء إلى المدرجات لتعود معها المتعة، الصيحات، الآهات، الأهازيج، الألوان، أصباغ الوجوه، الطبول التي كانت تقرع وكأنها طبول حرب. نعم، فلا لذة لكرتنا بدونهم، لا إثارة لدورنا بدونهم، لا عشق لفرقنا بدونهم. ها هم أمامكم، وبالتالي لا تحفيز ولا استمتاع بدونهم. جماهير الأندية تصنع جمالا لدورينا، عادت لتعود معها الآمال والأفراح رغم الشروط الموضوعة أمام عودتهم، لكن صدقوني هذه الشروط لن تحيدهم عن مؤازرة معشوقتهم. وسنتحدث بالتفصيل عن هذا القرار الذي استجد خلال هذه الجولة الخامسة. وصلنا إلى هذه المحطة في موقعة الشعب الدولي، مباراة الشرطة في مواجهة زاخو بقيادة الدولي السيد محمد سلمان حكما للساحة كما ذكرنا، وطبعا سيساعده كل من أحمد صباح ومقداد عقيل حكمين مساعدين، محمد حازم حكما رابعا، بينما لدينا السيد هيثم محمد علي مقيما للحكام في هذه الموقعة، في هذه الليلة، في هذه الأمسية التي نتمنى ويتمناها الجمهور أن تكون مباراة بمستوى فني عالي، وأن يستمتع الجماهير ويستمتع الجميع بمشاهدة هذه المباراة. سنتحدث أيضا عن تشكيلتي الفريقين، ولكن ما زلنا أمامكم مشاهدينا الكرام بانتظار صافرة الدولي. هذا هو السيد محمد سلمان لإعلان البداية للانطلاقة للإثارة الكروية التي نتمناها أن تكون حاضرة وقادمة. هكذا إذن صافرة البداية انطلقت من السيد محمد سلمان حكم المباراة معلنا عن انطلاقة هذه المباراة بين الشرطة وزاخو في ملعب الشعب الدولي. الشرطة يلعب من اليسار إلى اليمين بالملابس الخضراء الكاملة، على الجهة المعاكسة يلعب فريق زاخو بالأبيض والأصفر. كل التوفيق. كرة خطرة أولى لمصلحة الشرطة، أول تهديد حقيقي على مرمى زاخو بكرة عرضية لكن خلصها محمد شاكر حارس مرمى فريق زاخو. تشكيلة الضيوف، تشكيلة فريق زاخو: محمد شاكر في حراسة المرمى، هيليو مونتيرو، أوليفييرا، محمد عبد الكريم، برونو، شيفان جميل، حميد حاجي، أمجد وليد،
ياسر قاسم، أركان أمير ومحمد جواد. بينما على الجهة المقابلة لدينا أحمد باسل في حراسة مرمى الشرطة، سعد ناطق، نياز محمد، فيصل جاسم، مصطفى معن، عبد المجيد أبو بكر، محمد قاسم، علاء عبد الزهرة، محمود المواس، فهد اليوسف ومايكل أوهانا المحترف النيجيري. هنا لدينا محمد جواد لاعب رقم 17 في تشكيلة فريق زاخو. بداية قوية، الشرطاوي يبدأ المباراة مهددا مرمى زاخو، لكن أنقذها حارس مرمى زاخو الحارس محمد شاكر. كرة في المنتصف، دقيقة الثانية من عمر اللقاء، كرة تتحول إلى الجهة اليسار لمصلحة فريق زاخو. الكرة مع هيليو مونتيرو عالية وطويلة، ربما تصل لأمجد، لا، انقطعت من الدفاعات، عادت لعبد المجيد أبو بكر في المنتصف، اللاعب الذي مثل الميناء في الموسم الماضي، اللاعب المحترف الموريتاني الذي انتقل هذا الموسم إلى الشرطة. وهنا لدينا سعد ناطق أيضا العائد بقوة. نتمنى التوفيق للاعبي الفريقين، نتمنى الإثارة، المتعة، الندية، هذا ما يبحث عنه الجماهير في كل مباراة من مباريات دورنا. نتواصل معكم إذن مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر الشباب سبورت. لدينا رمية جانبية لمصلحة فريق زاخو عند محمد عبد الكريم، ملعوبة تصطاد تنقطع، عادت لعبد المجيد أبو بكر، القائد عبد الزهرة، علاء يعيد الكرة إلى الخلف، حكم المباراة يعطي صافرة وخطأ لمصلحة هذا الدولي. علاء عبد الزهرة يتحصل إذن على خطأ لمصلحة فريق الشرطة. كرة مع محمد قاسم، الشرطة وزاخو بمركزيهما المتقاربين بالعشر نقاط التي يمتلكانها، يدخلان هذه المباراة والفارق بينهما بالأهداف فقط، بمعنى أنها مباراة أقرب إلى فض الشراكة، مباراة صعبة تشكل تحديا لكليهما والله. من يقترب، من يواصل الملاحقة، من ينتزع الصدارة، من يسير بخطى ثابتة، من يحسم الموقعة، من يثبت وجوده، من ينتصر على من. أسئلة مشروعة ومطروحة في أرضية استاد الشعب الدولي التي ستكون الفيصل بينهما في 90 دقيقة لن تكون خالية من الإثارة والجنون الكروي، نتمناها كذلك. صافرة إذن وخطأ لمصلحة فريق زاخو في منتصف الميدان، والدقيقة الرابعة تعادل سلبي من دون أهداف، لا وجود لجس النبض. الفريقين عارفين بعض، 18 مواجهة بينهما في آخر 20 سنة منذ موسم 2001 لحد هذه اللحظة، والأفضلية شرطاوية من حيث تحقيق عدد الفوز وأيضا بالنسبة لفريق زاخو. بالتالي مباراة صعبة على الفريقين، وربما تكون أصعب على زاخو على اعتبار أنه يلعب خارج أرضه وجماهيره. الجمهور الشرطاوي، أبناء القيثارة، الأنصار، العشاق، المؤازرين، المساندين، إذن يتواجدون بقوة في أرضية استاد الشعب الدولي أو في المدرجات، وبالتالي يقفون خلف القيثارة الخضراء في هذه المباراة. ننتظر إذن، نراقب، نتابع. أمجد وليد، هنا الانطلاقة انقطعت، عادت مرة أخرى خاطئة، مرة أخرى وصلت لمصلحة فريق زاخو. الكرة مع أمجد وليد يبحث عن الكثافة العددية في المقدمة، هي كذلك ملعوبة في المقدمة ولكن وصلت سهلة عند حارس المرمى أحمد باسل. هذا أمجد وليد لاعب رقم 13 اللي حاول في اللقطة الماضية لكن لم يجد المساندة من زملائه. تشعر أنه في الدقائق الخمس الأولى زاخو متحفظ نوعا ما على التوغل إلى مناطق أو ساحة لعب فريق الشرطة، لذلك في اللقطة الماضية كان واضحا أن أمجد وليد لا يجد الحلول في التمرير. كرة تعود لمصلحة فريق الشرطة من الجهة البعيدة، تحولت إلى هنا مطالبة بخطأ من جانب مصطفى معن، مدافع فريق الشرطة يطالب بخطأ، والسيد محمد سلمان ماذا يقول؟ اعتقد هي رمية جانبية احتسبت. خلينا نشوف هذه الإعادة، هذه اللقطة توضح أكثر. تدخل كان من جانب المدافع الزاخولي أوليفيير على مصطفى معن في اللقطة الماضية، وهنا ابتسامة من السيد محمد سلمان. إذن اعتبرت رمية جانبية لمصلحة فريق الشرطة من الجهة البعيدة. رمية جانبية إذن شرطاوية. الكرة عند فهد اليوسف، فهد العرضية انقطعت من الدفاعات الزاخولية، عادت لأبو بكر. عبد المجيد يتحصل على خطأ، إعثار واضح، وبالتالي صافرة وخطأ لمصلحة فريق الشرطة من الجهة البعيدة. تنفذ بشكل سريع من محمد قاسم. فهد اليوسف، لدينا عرضية تصطد مرة أخرى إلى ركنية. الهجمات الشرطاوية تتوالى في هذه الأثناء،
ولكن من دون خطورة. يحاول الوصول فريق الشرطة، يبحث عن الحلول من أجل إدراك الشباك، هذه الشباك التي دائما ما أتحدث عنها في كل المباريات، هذه الشباك التي قد تصبح عصية أحيانا وسهلة أحيانا أخرى. والسؤال الآن، هل ستبقى عصية كما هو الحال بأول 6 دقائق، أم سيأتي الخبر السعيد بالنسبة لأنصار الشرطة أو حتى لأنصار زاخو أمام أنظار هذا المدرب الكبير الكابتن القدير عبد الوهاب أبو الهيل؟ المواس الركنية الأولى، الله الله الله، حلوة 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 حلوة، تهديد حقيقي أول على مرمى فريق زاخو في اللقطة الماضية بعد الكرة العرضية. حلوة الركنية اللي لعبت من المواس وراسية أبو بكر، الله 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 الله، ماخذ له مكان، ماخذ له مساحة ولعب له رأسية ولكن في الشباك الخارجية، وبالتالي تحولت إلى ركلة مرمى لمصلحة فريق زاخو. هذا ما يبحث عنه الشرطة، الضغط في ساحة لعب فريق زاخو، وعادة معروف الضغط يولد الأخطاء، وبالتالي فريق الشرطة يحاول، هل يرد الزاخولي؟ زاخو أيضا يقدم مستويات رائعة بأول 4 مباريات في الجولات. هنا صافرة، أعتقد لا، حكم المباراة أعطى مبدأ الأدفانتج. الكرة مع فريق زاخو ملعوبة، محمد جوادي قاتل على كورته، يحاول، انقطعت من أمامه عبد المجيد أبو بكر. أمجد وليد كان ملقى على أرضية الميدان يعاني من إصابة، نهض أمجد بالسلامة لأمجد، كرة تحولت إلى جهة اليسار، فتح اللعب من اليمين إلى اليسار، مصطفى معا إلى فهد اليوسف، فهد يموه بالجسم ويحاول، او هو المواس كان ليس فهد. صافره وخطا، اللعبه بشكل حلوه سريعه المباراه، خطره لمصلحه الشرطه، انقطعت، عادت من جديد، لا تحصل عليها المدافع الزاخولي او لاعب خط الوسط الدولي ياسر قاسم، عادت لمحمد قاسم، تلعب الى جهه اليسار، مصطفى معا. ما زال فريق الشرطه يحاول في الدقائق الاولى، المواس قريب، هي كذلك للمواس، ما زال المواس يقف على الكره، يلف ويدور يبحث عن زميل، يعيدها الى الخلف عند فهد. هذا المواس مره اخرى عادت الكره، هدى الرتم فريق الشرطه، لا يريد ان يفقد الكره كثيرا، وبالتالي يحاول ان يبني الهجمه من جديد، يسوي فورمات للهجمه، يرجع الابديت من جديد، اهم شيء انه ما يخسر الكره، وبالتالي لديهم الحلول، لديهم صناعه الفارق، لديهم لاعبين على مستوى عالي. هذا مثلا النيجيري مايكل اوهانا تركها للمواس من الجهه البعيده، وفهد اليوسف ما سيطر عليها، بالتالي خرجت الكره الى برا الملعب، تحولت الى ركله مرمى لمصلحه فريق زاخو. طبعا نادي زاخو بالمناسبة مشاهدينا الكرام، زاخو كانت لديهم مشاكل مالية أحدثت إرباكا في أروقة النادي، لكن سرعان ما تم تسوية الأمور ليلة أمس بالتحديد لتعود أو على أمل أن تعود الأمور المالية إلى نصابها بالنسبة للاعبي فريق زاخو. الكرة ملعوبة، انطلاقة من جهة اليسار، زاخولية، أمجد وليد، أو هذا لا مو أمجد، هذا محمد، يحاول يقدم مستويات رائعة في الجهة اليسرى، انقطعت من أمامه عبد المجيد أبو بكر، العودة والمساندة والضغط على حامل الكرة وافتكاك الكرة بشكل جميل، مهام تكتيكية رائعة مناطة بهذا اللاعب عبد المجيد أبو بكر الموريتاني. في المنتصف تعود لليوسف، فهد يحولها، يتعرض إلى الضرب، حكم المباراة ماذا يقول؟ لدينا إصابة لفهد اليوسف، نعم، كرة إلى الخارج، وبالتالي إصابة لفهد اليوسف بالسلامة. احتكاك كان بالكرة الماضية مع لاعب آخر من فريق زاخو، وبالتالي سقوط على أرضية الميدان. نلعب بالدقيقة 10، تعادل سلبي من دون أهداف هذه اللقطة وهذه الحالة. تدخل اللي كان غير متعمدة طبعا، تدخل اللي كان من جانب اللاعب أعتقد برونو، نعم برونو أوليفيرا، تدخل اللي كان على فهد اليوسف. التطعيم هو لحمايتكم من الوباء، لكن من سيحميكم عندما تعزف القيثارة؟ هكذا يقول جماهير الشرطة في هذه اللوحة الرائعة التي تعبر عن عشق الجماهير الشرطاوية لفريقهم. حلوة كرة ملعوبة لفهد اليوسف في المنتصف، تتحول إلى جهة اليسار، مصطفى معا إلى الأمام، الجهة اليسرى شغالة للشرطة أكثر مما هي بالنسبة لجهة اليمين. هنا فهد اليوسف، كرة رائعة عند المواس إلى مصطفى، العرضية داخل منطقة الجزاء، واستماتة دفاعية واستخلاص للكرة، وبالتالي قطع للكرة. شوف الكثافة العددية اللي بالحالات، الارتداد السريع. زاخو يحتاج إلى أن يسرع من رتم الحالة المرتدة أو الهجمة المرتدة.
كرة تعود لمصلحة فريق زاخو عند اللاعب حميد حاجي، يلعبها لأمجد وليد. أمجد ممكن مع حميد مرة أخرى، هي كذلك لحميد، يبحث عن العرضية. حاجي موجودة، لا وجود للكثافة. عادت مرة أخرى، حلوة المتابعة. ياسر ممكن في هذه الكرة، ما زالت الخطورة قائمة. ياسر قاسم داخل منطقة الجزاء، دربكة أمام مرمى أحمد باسل، ولكن تخلصت الكرة من حسن حظ الشرطاويين. وهنا التسديدة الأخرى تصطد، استقتال في الدفاعات والتسديدات تستمر، ولكن هذه المرة إلى خارج الملعب. حلوة لزاخو، حلوة لزاخو، حلوة لزاخو. استغل الخطأ الدفاعي في المناطق الخلفية للشرطة، وحاول من خلالها ياسر قاسم الخطير المهاري. شوف ياسر وقف على الكرة، سيطر عليها، سددها، لكن حلوة حلوة الدفاعات الشرطاوية من سعد ناطق، وكذلك من جانب اللاعب نياز محمد. صدت الكرة بنياز، وبالتالي تخلصت الكرة وأبعدت الخطورة. فريق زاخو بدأ يتجرأ شيئا فشيء، بدأ يدخل أجواء اللقاء، وهذه الهجمات اللي تصل عندما تصنع خطورة وتصل إلى مناطق جزاء الفريق المنافس تنطيك جرأة أكثر، وتنطيك جرعة معنوية أكثر في أنك تتجرأ وتتقدم إلى الأمام وتهاجم. ولكن نحذر، عادة المناطق الخلفية تتسبب فيها مشاكل، على اعتبار أن فريق الشرطة يمتلك لاعبين مهاريين يصنعون الفارق، وبالتالي بإمكانهم التوغل في أي لحظة. محمد قاسم العرضية داخل منطقة الجزاء، وبالتالي يبعدها محمد شاكر للمرة الثانية. محمد شاكر يخلص عرضية من جهة اليسار. قلت لكم جهة اليسار الشرطاوية شغالة أكثر، بينما لدينا في زاخو أيضا جهة اليسار الزاخولية شغالة أكثر. هنا سعد ناطق يقطع الكرة، نياز محمد، أبو بكر، عبد المجيد، فيصل جاسم في المنتصف، حاول يهدي الرتم. المواس العالية إلى جهة اليسار على عبد الزهرة، حصلها على أول الله، حصلها على أعادها، بها خطورة، بها خطورة، أشم ريحة خطورة. الله الله الله، حلوة حلوة المحاولات الشرطاوية من جهة اليسار. ولدينا هنا المدرب مؤمن سليمان المصري يتحدث مع اللاعبين ويطالب بأداء أكثر فاعلية في المقدمة. لدينا هنا تسديدة محمد قاسم على الطائر، وبالمباشر حاول في اللقطة الماضية، ولكن اعتلت العارضة الزاخولية إلى خارج الملعب. تحولت إلى ركلة مرمى عند اللاعب هيليو مونتيرو. تتحول من هناك عند أوليفيرا إلى جهة اليمين. محمد عبد الكريم يعيدها لأوليفيرا في الدفاعات. حلوة المحاولات الشرطاوية. فريق زاخو في الدفاعات، لا تلعب بالنار يا مونتيرو. خلصت بالتالي بالمباشر بمبدأ الأمان في المنتصف. عبد المجيد يعيدها لسعد، هذه إلمن، هذه لفيصل. محمد قاسم، وهنا صافرة وخطأ لمصلحة فريق زاخو للاعب أمجد وليد. صافرة وخطأ للقائد أمجد وليد. حلوة لأمجد وليد، أيضا يقدم مستويات رائعة واستقرار مع فريق زاخو منذ الموسمين الماضيين. كل التوفيق لأبناء الخابور في هذا اللقاء، وكل التوفيق لأبناء القيثارة الخضراء في هذا اللقاء. حلوة المباراة لحد الآن، سريعة المباراة في أول ربع ساعة. موقعة الشعب الدولي على الهواء مباشرة عبر شباب سبورت، نتواصل معكم. التعادل السلبي من دون أهداف، مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. تلعب الكرة لجهة اليمين لمصلحة فريق زاخو، عالية وطويلة على مشارف منطقة الجزاء. المتابعة محمد قاسم ما حصلها، عادت مرة أخرى لأركان أمير. خلصت فيصل جاسم في الجهة اليمنى مع محمد قاسم. محمد ماشي بالكرة، ياخذ له مساحة، يبحث عن زميل، ينتظر المساندة، ولكن ماذا هناك؟ ماذا يقول حكم اللقاء؟ مساعد الأول السيد أحمد صباح والحديث مع محمد قاسم. خلص يا محمد، خلص يا محمد، لا نتحدث كثيرا مع حكام المباراة. هذه اللقطة اللي كانت، أعتقد حكم المباراة اعتبارها خطأ. نعم، أعتقد هناك خطأ على محمود المواس في اللقطة الماضية، وبالتالي ركلة حرة مباشرة لمصلحة فريق زاخو. لعبت من هيليو مونتيرو، 4 أخطاء على الشرطة، خطأ 1 على زاخو كما واضح في السيجي. كرة تعود عند نياز محمد القادم من هولير، القادم من أربيل، يمثل نادي أربيل في الموسم الماضي. يا جماعة هذه المباراة حلوة طالما بها جمهور، فحلوة. ليش؟ إنها مباراة بطعم ولون ورائحة الجماهير. يعني
يا من تتابعون عبر الشاشات الصغيرة أو الكبيرة، قولوا وياي حي الله جمهور المدرجات. وهي مباراة نرجوها أن تكون بمستوى هذا الحدث الذي عاد للملاعب، وأعاد للملاعب أهم عنصر من عناصره هو جمهور المدرجات. اي والله. كرة الى جهة اليسار، العرضية تصطد، تعود لمصلحة فريق زاخو. كرة ما خرجت عند اللاعب ربما يكون اوليفيرا مع الكرة، يلعب الى المنتصف، لكن واحد امام 3 لاعبين شرطاويين. صعبة الامور، وبالتالي التمريرة ما كانت مركزة وانقطعت من امامه. عادت لسعد ناطق، علاء عبد الزهرة، فهد اليوسف يلعب الى جهة اليسار مع محمود المواس المحترف السوري. محمود ما زال يقف على الكرة، يحاول ان يتخلص، ولكن متابعة من اوليفيرا، وبالتالي انقطعت الكرة، او من محمد عبد الكريم قطع الكرة الى برا الملعب. الرمية الجانبية نفذت بشكل سريع، عادت من جديد، استقتال على الكرة في الجهة اليسرى. ما زالت الكرة ما بين اقدام لاعبي فريق زاخو. اوليفيرا، كرة خاطئة على عبد الزهرة الى اوهانو يقف على الكرة، يلف ويدور الى المواس. محمد قاسم تمريرات الساحرة، وبالتالي تصطد من مونتيرو. عادت مرة أخرى المواس داخل منطقة الجزاء، ما زالت الخطورة حاضرة، ولكن هوليو مونتيرو يبعد الكرة. عادت من جديد في المنتصف. تمريرات محمد قاسم تشعر أنها خطرة في أي لحظة يستلم بها الكرة محمد قاسم، فاعتبر الخطورة جاءت وستكون حاضرة، كما لاحظنا في اللقطة الماضية اللي موه بها محمد قاسم ولعب كرة إلى داخل منطقة الجزاء، لكن الدفاعات الزاخولية صاحية ما زالت وحاضرة، وبالتالي النتيجة تبقى على حالها 0-0 لا شيء. وبالتالي الشرطة ما زال يحاول. فهد اليوسف يلعب له كرة حلوة لأوهانو النيجيري، محاط بلاعبين. عادت مرة أخرى، انقطعت من جديد. ممكن الارتداد السريع. أمجد وليد 2 ضد 2، 2 ضد 3. أمجد وقتال على الكرة ما بينه وبين فيصل. أمجد يبحث عن التسديد ويبحث عن التمرير. هذه التسديدة ولكن وصلت لأحمد باسل. حلوة من أمجد وليد، سدد بقدم اليمين لأنه افتقد للحلول، يراوغ يسدد ماكو مجال، بالتالي خذ له خطوة وبالمباشر لعبها أي حاجة على قولة المصريين وعلى قولة مدرب الشرطة مؤمن سليمان. بالتالي وصلت الكرة لأحمد باسل. نلعب بالدقيقة 19 من عمر الشوط الأول واللقاء، وما زال التعادل سلبيا من دون أهداف مع أفضلية شرطاوية في هذه الأثناء. نعم، الشرطة وصل إلى منطقة جزاء فريق زاخو في أكثر من مناسبة، خطرهم في مرتين في مناسبتين، ولكن لم يتغير شيء على مستوى النتيجة. لا جديد يذكر ولا قديم يعاد رغم استمرار المحاولات الشرطاوية. عبد المجيد أبو بكر إلى الجهة اليسار، إلى الجهة البعيدة. سعد ناطق على عبد الزهرة يحاول يتخلص، محاط بلاعبين. تمريرة رائعة، صافرة وخطأ أعتقد. لا، ماذا يقول حكم اللقاء؟ نعم، هي صافرة وخطأ، إذن لمصلحة فريق الشرطة من مكان جيد جدا على مشارف منطقة الجزاء يتحصل عليه فهد اليوسف ومحمود المواس عاملين شغل كبير. وشوف هناك جماهير ما زالت حاضرة تؤازر تشجع. هذه تمريرة على عبد الزهرة، وبالتالي محمد عبد الكريم المدافع الزاخولي ارتكب خطأ، وبالتالي حكم المباراة السيد محمد سلمان لا يتردد في احتساب الخطأ لمصلحة فريق الشرطة. عاد ممكن الكرات الثابتة تكون حل من الحلول في الوصول إلى شباك زاخو. ممكن في هذه اللقطة لدينا المواس وحديثة مع محمد قاسم، والأغنية اللي تقول الأماكن كلها مشتاقة لك، هذه نهديها لمحمد قاسم. ليش؟ على اعتبار أن محمد قاسم يتفنن بمثل هكذا كرات. عاد ما ندري، هو راح يسدد، هو راح ينفذ، المواس راح ينفذ، خلي نشوف وننتظر ونتابع. ومحمد شاكر توجيهات لحائط الصد البشري، 3 فاولات ومقابل فاولين واضح في السيجي. لا، اعتقد المواس ليس محمد قاسم، المواس هو من سينفذ هذه الركلة، هذه الكرة يمناوي وجاية على جهته، فبالتالي المواس يحطها ولا لا؟ المواس اصطدت بالقائم الأيمن لمحمد شاكر، وبالتالي حسرة من المواس على هذه اللقطة اللي ضاعت
وهذه الركلة والحرفية بالتنفيذ. الله 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 الله، حلوة للمواس، حاول ولكن الكرة صدت بالقائم أمام أنظار محمد شاكر حارس مرمى فريق زاخو، تحولت إلى ركلة مرمى لمصلحة فريق زاخو. الأفضلية الشرطاوية إذن كما ذكرنا، والجمهور الشرطاوي ينتظر تسجيل الأسبقية الأفضلية في هذه اللحظات. لدينا سقوط وإصابة لأحد لاعبي زاخو بالسلامة، ممكن يكون أركان أو حميد حاجي. خلينا نشوف. حكم المباراة يطمئن على سلامة اللاعب بالسلامة. إذن بالحديث عن حكم المباراة طبعا السيد محمد سلمان شبيب، عمره 33 سنة، ماجستير تربية رياضية، أستاذ في الجامعة المستنصرية، حكم دولي منذ العام 2019. هذه اللقطة اللي تعرض من خلالها لإصابة أحد لاعبي زاخو، وهنا الحرة الحلوة اللي لعبت من جانب محمود المواس. طبعا حكمنا الدولي محمد سلمان قاد 35 مباراة في دورينا الموسم الماضي، يمتلك في رصيده 20 مباراة دولية. أبرز مباراة دولية قادها كانت ديربي الخليج بين السعودية والكويت في بطولة غرب آسيا الأخيرة للكبار في أربيل، تتذكرون يومها انتهت 2-1 للكويت. بالإضافة إلى قيادته مباراتين في بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية الأخيرة، كانت بين سوريا والبحرين، والمباراة الثانية كانت بين الأردن واليمن. تخيلوا معي أنه بين الإنصاف والتركيز يعيش حكم المباراة ساعتين من العدالة. أنا أعني الحكم العراقي الذي مثل العراق في محافل عربية ودولية. ضغط نفسي كبير حقيقة يقع على عاتق الحكام في المباريات، ولا تكاد أسماءهم تذكر إلا في الجوانب السلبية. من النادر جدا أن نسمع إشادات للحكام. الحكم العراقي يحتاج إلى دعم حكومي استثنائي من أجل تمثيل بلدهم في الاستحقاقات القادمة. ساندوهم، اذكروهم، فلدينا طاقات واعدة. نعود إلى أجواء اللقاء. كرة إلى جهة اليسار، أمجد وليد يقف على الكرة، يهدي الرتم، يعيد الكرة إلى محمد جواد. من هناك مرة أخرى عند شيفان، عالية وطويلة الكرة، تتخلص من الدفاعات الشرطاوية. مصطفى معا، محمد قاسم سيطر على الكرة، عادت من جديد لمحمد قاسم. دقيقة 24 وما زلنا نبحث عن الإثارة، الإثارة التي عادة ما تكون حاضرة بالأهداف، وهي حلاوة كرة القدم بالأهداف. بلا أهداف لا متعة ولا إثارة، حتى لو كان الأداء عاليا، حتى لو كان المستوى الفني راقيا. بالتالي ما زلنا نبحث عن هدف السبق. لمن سيكون؟ تقولوا لي أقرب للشرطة، أقول لكم إي والله ممكن، يعني لأنه الأفضلية الشرطاوية مع بداية المباراة لحد الآن، لكن ممكن عاد زاخو يخطف له هدف بحالة مرتدة مثلا من خلال الاعتماد على سرعة أمجد وليد في جهة اليسار. هنا صافرة وخطأ، إشارة من مساعد الحكم الثاني واضحة سيد مقداد عقيل، وبالتالي خطأ يحتسب للاعب سعد ناطق، لمدافعنا الدولي سعد ناطق. هذا الاحتكاك اللي كان ما بينه وبين ياسر قاسم في اللقطة الماضية، وبالتالي خطأ يحتسب لمصلحة فريق الشرطة. كرة تعود لعبد المجيد أبو بكر في المنتصف. نياز محمد، مدافعي الشرطة المندفعين إلى الأمام، الاعتماد على الجهة اليسرى كثيرا. أعتقد السيد عبد الوهاب أبو الهيل مدرب زاخو سيسجل هذه الملاحظة، أنه فريق الشرطة كل كراته العرضية في الشوط الأول لحد الآن هي تعتمد على الجهة اليسرى، الجهة التي يتواجد بها فهد اليوسف والمواس. هذا عبد المجيد أبو بكر، والتدخل الماضي على ياسر قاسم احتسبت خطأ لمصلحة فريق زاخو. عادت الكرة في المنتصف، نلعب بالدقيقة 25، كرة إلى جهة اليسار لمصلحة فريق زاخو. الكرة عند أمجد وليد، محاولة ولكن الكرة انقطعت إلى برا الملعب، رمية جانبية تحولت لمصلحة فريق زاخو عند اللاعب أركان أمير. أركان، هذا أركان أمير بانتظار تنفيذ الرمية الجانبية. تلعب لأمجد وليد، حركة لعب جميلة، يحاول المرور من أمام فيصل قاسم لكن لا يستطيع المرور، وبالتالي التغطية حاضرة من فيصل جاسم. فيصل جاسم مدافع الأسمراني الموهوب الذي قدم مستويات رائعة في الموسم الماضي مع فريقه نفط الوسط قبل أن ينتقل هذا الموسم إلى الشرطة. أيضا كانت إلى تجربة مع المدرب كاتنج
مدرب المنتخب الوطني السابق في مباراة البصرة الودية طبعا أشرك. كرة ملعوبة، فيصل جاسم البينية الرائعة لمصلحة مايكل أوهانو فريق الشرطة، التغطية الدفاعية حاضرة. شوف المراقبة الفردية اللصيقة بين هيليو مونتيرو ومايكل أوهانو، لا والله بين أوليفييرا وأوهانو في اللقطة الماضية. رقابة فردية على هذا اللاعب اللي كان هداف الدوري النيجيري في العام 2016، دوري الدرجة الأولى النيجيري وحتى الدوري الممتاز النيجيري في الموسم الماضي. لاعب القادم من هناك من نيجيريا مايكل أوهانو، محترف تشكيلة فريق الشرطة بانتظار أن يصنع الفارق للكتيبة الشرطاوية في هذا اللقاء في هذه المباراة. محمد شاكر حارس المرمى يلعب ركلة المرمى عالية وطويلة في المنتصف، تعود لمصلحة فريق زاخو. محاولات زاخولية من الجهة اليمنى، كرة طالت إلى برا الملعب، تحولت إلى رمية جانبية من جديد لمصلحة فريق زاخو. رمية جانبية لمصلحة فريق زاخو عند اللاعب محمد عبد الكريم. محمد عبد الكريم مدافع اليمين لمصلحة فريق زاخو، تلعب الكرة. نياز محمد حاضر، وبالتالي سعد ناطق أيضا يبعد الكرة عالية وطويلة. قتال على الكرة بين أوهانو وأوليفييرا، ما زال الحوار والسجال بيناتهم في أرضية الملعب، المدافع والمهاجم. كرة مع سعد ناطق، هدوء شرطاوي في هذه الأثناء مع الأفضلية التي سجلها في الدقائق الأولى، في ال20 دقيقة الأولى تحديدا. كرة تصل لأمجد وليد لاعب الخبرة في تشكيلة فريق زاخو، وبالتالي تصطد بمحمد قاسم، وعادت مرة أخرى لتصطد بأمجد وليد لتتحول إلى ركلة ركنية لمصلحة فريق الشرطة من الجهة القريبة عند محمد قاسم الرسام الفنان. محمد قاسم على التنفيذ يلعبها مع فهد اليوسف من جديد، عادت لمحمد قاسم، لكن حلوة التغطية وحلوة المساندة من أمجد وليد. لعب الكرة إلى الأمام، لا وجود للانطلاقات من الخلف بالنسبة لفريق زاخو، لذلك عاد دفاعات الشرطة واستلم الكرة، وهذه الكرة الطائشة التائهة خرجت أو طلعت أو راحت إلى برا الملعب، تحولت إلى ركلة مرمى لمصلحة فريق زاخو. هذا أمجد وليد كابتن فريق زاخو، قدم مستويات رائعة هذا اللاعب. شوف الكرة الماضية اللي تخلص من خلالها، أعتقد خرجت الكرة ولكن الحكم المساعد كان قريب. على العموم مشت الكرة وراحت. في دورينا هذا الموسم بالمناسبة مشاهدينا لدينا أهداف عالمية تتوالى في المباريات. يعني شاهدنا قبل هذه المباراة هدف اللاعب منتظر محمد الذي سجله للزوراء طبعا في مرمى سامراء، واحد من أجمل الأهداف، بالإضافة إلى هدف العائد بقوة علاء عباس عندما سجل هدف الفوز يوم أمس للجوية في مرمى الكرخ. وكان قبل ذلك طبعا أيضا نتحدث على أو عن هدف اللاعب محمد زامل لاعب فريق الطلبة في مرمى الزوراء. 3 أهداف من أجمل ما يكون شاهدناها في دورينا. لحد الآن في هذه المباراة لا توجد أهداف رغم الأفضلية الشرطاوية والسيطرة الشرطاوية، السيطرة منطقية، على اعتبار أن فريق الشرطة بدأ المباراة بقوة، وبالتالي العناصر الموجودة أيضا في أرضية الميدان لاعبي فريق الشرطة يمتلكون الأدوات التي بإمكانها أن تصنع الفارق خلال الدقائق القادمة. كرة تعود محمد قاسم في المنتصف، عادت لسعد ناطق. سعد ناطق كرة عالية وطويلة إلى جهة اليسار، علاء عبد الزهرة ما حصلها، انقطعت من أمامه من محمد عبد الكريم. الكرة إلى خارج الملعب، رمية جانبية تحولت لمصلحة فريق الشرطة، عادت من جديد علاء عبد الزهرة. كرة العرضية داخل منطقة الجزاء تتخلص من هيليو مونتيرو مرة أخرى، عودة شرطاوية. ياسر قاسم يلعب الكرة إلى الأمام مرة أخرى، وهنا لدينا لمسة يد وصافرة وخطأ، وإشارة المساعد الثاني مقداد عقيل واضحة، وبالتالي خطأ يحتسب لهذا اللاعب محمد جواد لاعب فريق زاخو. نصف ساعة إذن من اللعب في شوط المباراة الأول، وما زال التعادل بدون أهداف، بدون أهداف، 0-0 ما بين الضيوف الزاخوليين القادمون من أقصى الشمال من جبال كردستان وخضراء سفوحها حيث زاخو، وبالتالي الفريق المستضيف أيضا الشرطة أبناء القيثارة ما زالوا أيضا يبحثون عن هدف السبق. كرة تعود إلى جهة اليمين لمصلحة فريق زاخو، انقطع من عبد المجيد أبو بكر، عادت مرة أخرى لعبد المجيد،
في المنتصف عند محمد قاسم، يقف على الكرة، يبحث عن زميل، يلف ويدور، يلقى المساندة وبالتالي يلعبها لنياز محمد. نياز الكرة العالية، شوف الاعتماد على جهة اليسار بشكل كبير، قراءة سيئة من فهد اليوسف، ولكن عودة على عبد الزهرة لكنها تسببت بخطأ يحتسب لمصلحة فريق زاخو. علاء عبد الزهرة الحديث مع حكم المباراة باللقطة الماضية، التدخل اللي كان من علاء عبد الزهرة في اللقطة الماضية، وبالتالي احتسبت خطأ لمصلحة محمد عبد الكريم مدافع رقم 3 في تشكيلة فريق زاخو. كرة عالية وملعوبة تتخلص من سعد ناطق، الرأسية من هنا ورأسية من هناك، الرأسية الثالثة وصلت الكرة إلى الأرض. علاء عبد الزهرة، انطلاقة مايكل أوهانو لكن انقطعت وقطعوا الطريق أمامه. هيليو مونتيرو وأوليفييرا قاطعين المي والكهرباء على مايكل أوهانو في المقدمة، وبالتالي كل الكرات التي تصل لأوهانو تجد 2 على 1، مونتيرو وأوليفييرا. كرة ملعوبة لمصلحة فريق الشرطة. علاء عبد الزهرة يحاول في هذه اللقطة الكرة مع فهد اليوسف، ممكن العرضية يلعبها لمصطفى معا، العرضية قادمة الآن تصطد بالدفاعات، ما زالت الكرة تائهة حائرة، ووصلت لمحمد عبد الكريم لمصلحة فريق زاخو، والابعاد ياتي او ياسر قاسم اللي ابعد الكرة، عادت مرة اخرى. شوف كل الكرات اللي يبعدها الدفاعات الزاخولية تصل في المنتصف، تجد مدافعي فريق الشرطة المتقدمين الى الامام في ساحة لعب فريق زاخو. مهارة فردية حلوة لمحمد قاسم، الله الله على الرسام، الله على الفنان، ممكن يتخلص، راح يسدد، يبحث عن التسديد، هو يريد يشوت، هو يريد يبحث عن مساحة، مررها بشكل جميل، الله الله، ولكن حلوة القراءة، يونسك هذا اللاعب يا أخي، والله عنا باردة عليه. محمد قاسم مرة أخرى، هي جول هي جول هي جول هي جول. علاء عبد الزهرة يأتي بالخبر السعيد للشرطة لأبناء القيثارة. هذا القيثارة حلو أخباره، هذا الشرطاوي يشنغاره، هذا الأخضر معلومة أسفاره، ما تقدر عليه تخسر روحه جاية. قيثارة اسمنا معروف الهوية، على طريقة الجماهير نحتفل بلسانهم. نعم، ما الذي فعله محمد قاسم في اللقطة الماضية تحسها دورية نجدة، اي والله دورية نجدة في ملعب الشعب، تنفذ واجبا وتصيب هدفها، هذا اللي اتحدث عنه، هذا محمد قاسم. شوف شوف لف ودار واخذنا مساحة ومرر بامتياز، الله 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 الله، الشغل كله لمحمد قاسم، نصف الهدف يحسب لمحمد قاسم، ولكن ايضا تحسب لعلاء، والتمركز والتوقع، وبالتالي بالمباشر صعبة على حارس المرمى محمد شاكر، وسجلوا الشرطاويين الهدف المنتظر اللي كانت تنتظره عشاق القيثارة الخضراء في المدرجات وخلف الشاشات، وبالتالي الشرطة يسجل الأفضلية، الأولوية، الأسبقية والأحقية. نعم، ليش؟ لأن الشرطة بدأ المباراة بقوة وبقي متسيدا بفرصة واحدة فقط مقابلة لفريق زاخو شنها محمد قاسم أو ياسر قاسم، وبالتالي فريق الشرطة يصل إلى ما كان يطمح إليه في الدقائق العشر الأخيرة أو قبل انتهاء الوقت الأصلي للشوط الأول. ممكن إضافة هدف ثاني، هذه اللقطة صعبة، هذه خطرة على لا، اصطدت بالدفاعات مرة أخرى لفريق زاخو داخل منطقة الجزاء، تخلصت الكرة وبالتالي إلى برا الملعب، وهناك راية وتسلل، إشارة واضحة من مساعد أو من حكم المباراة السيد محمد سلمان. عبد الوهاب أبو الهيل أمام أنظاره وأمام البدلاء الموجودين، هذا محمد قاسم، هذا محمد قاسم لف ودار وفتح مساحة وخلق فجوة ولخبط الدفاعات وخربط الحسابات، وبالتالي مرر بامتياز هذه اللقطة، وبالتالي عاد مرة أخرى. شوف حصلها بالمتابعة وتوغل وبالذكاء، هذه التمريرة، الله 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 الله، تحسب لمحمد قاسم، هدف من أروع ما يكون. 10 دقائق إذن متبقية على انتهاء الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول، والشرطة يتقدم بهدف لا شيء لمصلحة فريق زاخو. زاخو لم يظهر كثيرا في الشوط الأول وينتظر منا الكثير
في الشوط الثاني. أبناء الخابور لم يظهروا حتى بالعبور بالنسبة إلى منطقة جزاء فريق الشرطة. كرة تعود في المنتصف، سعد ناطق، عبد المجيد أبو بكر، علاء عبد الزهرة، كرة عالية وطويلة، متابعة لمحمود المواس، طالت على محمود ما حصلها، خرجت الكرة إلى برا الملعب، ركلة مرمى تحولت إذن لمصلحة فريق زاخو. فريق زاخو مع عبد الوهاب أبو الهيل للأمانة غير، يعني رغم أنه هو متأخر بهدف الآن فريق زاخو، لكن ممكن أن يصنع شيء في الشوط الثاني. ليش؟ لأنه النتائج المميزة اللي حققها عبد الوهاب أبو الهيل مع زاخو، حتى نجمنا الدولي السابق الكابتن القدير علي وهيب قرأت له منشور قبل أيام يقول بالمنشور أنه أبو الهيل نثر الهيل في زاخو وفاح عطرة على الدوري العراقي بأطيب الروائح. هذا الكلام من الدولي السابق نجمنا الكابتن علي وهيب لنجمنا الدولي السابق الكابتن عبد الوهاب أبو الهيل. هكذا أشاد وهيب بأبو الهيل. ليش؟ لأنه ثمرة الجهود التي تقدم في زاخو كإدارة وكجهاز فني واضحة للعيان، ملموسة على الأرض، رغم المشاكل المالية اللي تحدثت عنها مع بداية الشوط الأول. لكن مشوار الدوري ما زال طويلا، لا نعلم إلى أي مدى بإمكان إدارات الفرق أن تصمد وتصبر على النتائج بمختلف الظروف. الاستقرار الفني ثم الاستقرار الفني ثم الاستقرار الفني ثم النتائج، هذا ما نكرره في كل موسم، وهي بالتالي رسالة علها تصل إلى من يهمهم ويعنيهم الأمر. الكرة تعود إلى الدفاعات الشرطاوية، محمد قاسم إلى سعد ناطق إلى جهة اليسار، فهد اليوسف، المواس، العودة بالكرة لأبو بكر، كرة البينية العالية تصطد بفهد اليوسف، يتعرض للإصابة، اعتقد الكرة اصطدت بوجه فهد اليوسف ومطالبة بإخراج الكرة. نعم، هذا فهد اليوسف لاعب السوري. السوريان مع الشرطة فهد اليوسف والمواس يصنعان الفارق والله، محترفان من أجمل ما يكون. هذا لدينا الآن المدرب مؤمن سليمان المدرب المصري، 10/10 لحد الآن مع فريق الشرطة. المباراة الخامسة على التوالي لم يخسر فريق الشرطة، لديهم في 4 مباريات أو 4 مباريات 3 حالات فوز وحالة تعادل، 10 نقاط، وإذا ما فاز في مباراة اليوم راح يصير في رصيده 13 نقطة، يقفز وين؟ للصدارة إذا ما حقق النقاط ال3 في هذا اللقاء. فهد اليوسف مع الكرة من جهة اليسار، لا يمل ولا يكل، كل الكرات يطلبها فهد، عاملين شغل كبير هو والمواس ومحمد قاسم. أبرز 3 نجوم ظهروا في الشوط الأول لحد اللحظة في آخر 7 دقائق على انتهاء الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول. كرة شوف، لاعب واحد أمام 3 لاعبين من لاعبي الشرطة، صعبة الأمور على محمد جواد. محمد جواد اللاعب الزاخولي اللي واضح، شوف وحده بساحة لعب فريق الشرطة، شنو اللي ممكن يسويه؟ عادة الكثرة تغلب الشجاعة، هنا حتى المهارة الفردية ما تخدمك. ليش؟ على اعتبار انه انت وحدك، الايد الوحدة شبيهة ما تصفق يا جماعة، الايد الوحدة ما تصفق. فبالتالي بالشوط الثاني فريق زاخو إذا ما أراد أن يعود باللقاء وإذا ما أراد أن يرد، عليه أن يفعل الأطراف أكثر، عليه أن يخلق مساحات من العمق أكثر، عليه أن يكرر السنتر شوت أكثر. منتصف الملعب ومنطقة العمليات غير فعالة لحد الآن بالنسبة لفريق زاخو. ليش؟ لأنه فريق الشرطة مضيقين الخناق على فريق زاخو، لأنه تقارب الخطوط ما بين الدفاع والوسط والهجوم وشغل الأطراف، الدخول من العمق، يعني من الأطراف يدخل للعمق فهد اليوسف ومحمد قاسم، من جهة اليسار أكثر أتحدث، لا والله سببوا مشاكل وخلقوا فراغات وصنعوا مساحات لأنفسهم، وبالتالي قدروا إلى أن يوصلون إلى شباك فريق زاخو. هذه كلها قراءات فنية يضعها المدربين بحساباتهم. كرة خطرة لمصلحة فريق، شوف فيصل جاسم وين،
فيصل جاسم مدافع اليمين وين؟ امام مشارف منطقه الجزاء، هذا اللي اتحدث عنه، هذا دخول الاطراف الى العمق، المسانده في المناطق الاماميه بالنسبه للمهاجمين. محمد قاسم سوي لك واحده ثانيه، مونسنا محمد قاسم، نستمتع مع محمد قاسم. بالسلامه اذا لمحمد، يتعرض الى اصابه او خطا لمصلحه فريق الشرطه. اعثار على محمد قاسم من الوحش هيليو مونتيرو، وبالتالي تحتسب خطا لمصلحه فريق الشرطه. وهذه اللقطه اللي كان يطالب بها فيصل جاسم بخطا بعد التدخل اللي كان ايضا من هيليو مونتيرو. 5 دقائق اخيره، 5 دقائق اخيره متبقيه على انتهاء عمر الشوط الاول للمباراه. موقعة الشعب الدولي على الهواء مباشره مشاهدينا متابعينا عبر شباب سبورت. نتواصل معكم بهدف علاء عبد الزهرة في الدقيقة 33 لحد الآن. الشرطة يتقدم بهدف لا شيء لمصلحة فريق زاخو. هنا صافرة وخطأ دولي. محمد سلمان سيشهر البطاقة الصفراء الأولى على محمد عبد الكريم مدافع فريق زاخو. إذن أول بطاقة صفراء، انذار أول على محمد عبد الكريم اللاعب رقم 3 مدافع فريق زاخو بعد التدخل الأخير اللي كان على المواس. تدخل قوي، تدخل قوي على محمود المواس، وبالتالي اللقطة واضحة وقرار سليم من حكم المباراة الدولي محمد سلمان. ومحمد سلمان بالمناسبة أيضا 10 على 10 لحد الآن، يقود اللقاء ويتسيد بهدوء. كرة خطرة شرطاوية، ما زال الشرطة يريد أن ينهيها من شوطها الأول، يريد أن يحسمها من شوطها الأول بهدف ثاني يصعب الأمور على زاخو. لكن الكرة البينية هذه خطرة، ممكن يعود التعديل، هي جول. مرة أخرى ياسر، جول جول جول. القادمون من أقصى الشمال من جبال كردستان وخضراء سفوحها، أبناء الخابور يعودون يسجلون، وبالتالي إلى مرمى الشرطة يصلون. هو ياسر قاسم بالتخصص يعود باللقاء لأبناء الخابور بخطأ دفاعي، بهفوة دفاعية، بعدم قراءة بالنسبة لمدافعي الشرطة. زاخو يعود قبل انتهاء الوقت الأصلي وللشوط الأول. هذه التمريرة الساحرة، هذه الحلوة اللي لعبت. شوف أمجد وليد، الله 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 الله، الصناعة ومحمد جواد وتألق أحمد باسل، وبالتالي فريق زاخو يعود بإمضاء محمد قاسم أو ياسر قاسم. هذا ياسر قاسم بالمباشر بكل ذكاء وبكل هدوء وضعها وسجل هدف تعديل الكفة بالنسبة لفريق زاخو. وهنا فرحة ياسر قاسم بهدف التعديل لزاخو. أمجد وليد ومحمد قاسم نجمان في الشوط الأول صنعا الفارق لفريقيهما. أتحدث عن هدف الشرطة اللي صنع محمد قاسم، وأتحدث عن هدف زاخو اللي صنع أمجد وليد بتمريرة بينية ساحرة، وكأنه داس له مثلث وثرو على طريقة البلاي ستيشن، وقال له لمحمد جواد روح وسجل، لكن أحمد باسل كان بالتصدي. بعد ذلك جاءت المتابعة من ياسر قاسم وسجل هدف التعديل لزاخو. زاخو يأبى أن يخرج متأخرا في الشوط الأول، وبالتالي يعود باللقاء ويشعل المدرجات ويشعل الأجواء. حلوة المباراة سريعة، ولدينا هنا سقوط وإعثار وخطأ يحتسب لمصلحة فريق الشرطة من الجهة البعيدة لمصلحة القيثارة. علاء عبد الزهرة وياسر قاسم الدوليان هم من يوقعان على هدفي الشوط الأول، واحد للشرطة وواحد لزاخو. لدينا سقوط على أرضية الميدان وإصابة أعتقد لمحمد عبد الكريم مدافع فريق زاخو. بالسلامة، الاحتكاك في اللقطة الماضية ما بينه وبين مصطفى معا، ولكن سلامات 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 لمحمد عبد الكريم، وبالتالي يتلقى العلاج في أرضية الميدان. الجماهير الحاضرة المتابعة، لم يعد حديث الكرة مقتصرا على صداه، ولم يعد اللاعبون ينظرون إلى مقاعد المدرجات وهي خالية. لا، اليوم يختلف. اليوم يعود اللاعب رقم 12، كرة ملعوبة لمصلحة الشرطة، وهنا تأتي معها صافرة، وأعتقد تسلل كان في اللقطة الماضية على
لاعبي فريق الشرطة أو ضربة حرة غير مباشرة لمصلحة فريق زاخو. اليوم يعود اللاعب رقم 12 إلى الحدث الكروي، اللاعب رقم 12 مشجعا داعما ملهما، سيسترد الطعم ملحه، هي كذلك، نعم سيسترد الطعم ملحه. هذه اللقطة الماضية اللي اعتبرت واحتسبت خطأ لمصلحة فريق زاخو. ستتعالى الأصوات وترفرف الرايات، ستشاكس الجماهير بعضها للبعض الآخر. سنشاهد مباراتين، الأولى في المستطيل الأخضر، الأخرى وين؟ في المدرجات. نعم هي النسبة 30%. من يلقح سيجد مفارز، من لم يلقح طبعا سيجد مفارز وزارة الصحة الطبية تنتظر أمام بوابات الملاعب لتتم عملية اللقاح. كل التوفيق لجماهيرنا في كل المباريات القادمة. إذا 3 دقائق كوقت بدل ضائع مضافة على الوقت الأصلي، نلعب بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع. يبدو أن هذا الشوط سينتهي حبايب ما بين الشرطة وزاخو، وهذا اللي تحدثت عنه. قلت لكم أنه رغم الصعوبة اللي يجدها فريق زاخو في التوغل إلى المناطق الأمامية للشرطة، لكن بإمكانه أن يخطف هدف في أي لحظة بالاعتماد على لمسات وكرات أمجد وليد. تحدثت بها بعد ما سجل الشرطة هدف، وبالفعل هذا ما حدث. أمجد وليد صنع الفارق، وبالتالي بالارتداد السريع سجل فريق زاخو هدف التعديل، وعاد إلى أجواء اللقاء، عاد إلى أجواء المباراة. عبد المجيد أبو بكر في المنتصف، هل يسجل الشرطة الثاني؟ هل من جديد قبل انتهاء الوقت الأصلي والبديل، أم ستبقى النتيجة على حالها مع النتيجة الحاضرة والواضحة أمامنا في السيجي؟ 1-1. كرة عند مصطفى معا، فهد اليوسف الجهة اليسرى تبقى شغالة لمصلحة فريق الشرطة على عبد الزهرة مع مصطفى معا إلى فهد اليوسف أو محمود المواس. محمود أبو شكرية، ها وين تريد؟ الكرة إلى فيصل جاسم، انقطعت من أمامه، وحلوة التغطية، حلوة التغطية الدفاعية الزاخولية. عادت مرة أخرى محمد قاسم في المنتصف، عبد المجيد أبو بكر إلى يوسف، فهد أين يا فهد؟ على عبد الزهرة إلى جهة اليسار، مصطفى معا، خطورة قائمة، خطورة حاضرة. الشرطة ممكن مع الدقيقة الأخيرة، الثواني الأخيرة، خطرة هذه تتهيأ، خطرة جول، الله، لا هي تسلل، صافرة وراية مرفوعة، أوف سايد في اللقطة الماضية، وبالتالي راية المساعد الأول أحمد صباح كانت حاضرة على علاء عبد الزهرة في اللقطة الماضية اللي هي من خلالها الكرة لفهد اليوسف، ولكن ربما معها ستأتي صافرة حكم المباراة. خلاص 3 دقائق انتهت. هنا محمد داود زال يتابع ويراقب حالات تسلل على فريق الشرطة، واضحة حالتين، وبالتالي هنا تأتي صافرة حكم المباراة الدولي السيد محمد سلمان يعلن نهاية الشوط الأول مع هذا الهدف الرائع اللي سجله ياسر قاسم بكل هدوء بكل ذكاء، وضع الكرة في الشباك وفرحة أبو الهيل، على أمل أن نعود معكم وأحداث شوط المباراة الثاني. مشاهدينا متابعي شباب سبورت في كل مكان، تحياتي عبد الله العامري، أعود وألقاكم بعد فترة الاستراحة إن شاء الله. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدي شباب سبورت، نعود معكم لنستكمل 45 دقيقة ثانية لمباراة الشرطة وزاخو في ملعب الشعب الدولي على الهواء مباشرة. تحياتي عبد الله العامري، أعود معكم لنستكمل سوية النصف الثاني من هذه المواجهة، هذه المواجهة التي ينطلق شوطها الثاني الآن، والتي تركنا شوطها الأول 1-1 بين القيثارة وأبناء الخابور. الشوط الثاني الآن الذي انطلق، شوط المدربين، شوط التغييرات،
شوط التكتيك، شوط القراءات الفنية. إذا الشوط الأول طبعا علاء عبد الزهرة هو من تقدم بهدف السبق للشرطة، سجل في الدقيقة 33. بعد ذلك عاد ياسر قاسم ليدرك هدف التعديل لمصلحة فريق زاخو بالدقيقة 43 قبل انتهاء الشوط الأول بدقيقتين. إذا معكم على الهواء مباشرة مشاهدي متابعي شباب سبورت في كل مكان، نتواصل معكم وأحداث شوط المباراة الثاني. الشرطة يلعب من اليمين إلى اليسار بالملابس الخضراء الكاملة، على الجهة المعاكسة يلعب فريق زاخو بالأبيض والأصفر. لدينا تغيير في تشكيلة فريق زاخو، أشاهد اللاعب المحترف اللي اسمه فرانك سيدريك رقم 99 يشترك، هذا هو فرانك. لا وجود التسلل، ممكن جول 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 جول. البديل الناجح، اللاعب الذي اشترك قبل قليل بأول لمسة يشترك ويصنع الفارق ويعيد زاخو إلى المقدمة ويفاجئ الجميع ويسجل الهدف الثاني بأول دقيقة من عمر الشوط الثاني للمباراة. فرانك سيدريك اللاعب رقم 99 يسجل هدف بال90. جول 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 لمصلحة فريق زاخو. هو فرانك ولا لوكاس؟ لا والله لوكاس سانتوس. نعم لوكاس سانتوس هو الذي سجل هدف المباراة الثاني لمصلحة فريق زاخو في هذه اللقطة. شوفوا التمريرة الرائعة والتوغل وعدم المتابعة، وبالتالي استغل هذا الفراغ وبالمباشر في شباك أحمد باسل زاخو يسجل هدفا مفاجئا. زاخو يفاجئ الجميع وفرحة عبد الوهاب أبو الهيل، وبالتالي زاخو يتقدم. الله، انطوني مجال يا جماعة، انطوني مجال يا جماعة. جول التعديل، الرد الشرطاوي قادم، الرد الشرطاوي قادم. محمد قاسم من أجمل أهداف الدوري، الهدف الرابع من أجمل الأهداف. سجلوه في دورينا، هدف التعديل لمصلحة فريق الشرطة. الله 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 الله، مباراة حامية بشوطها الثاني، مباراة مشتعلة بشوطها الثاني. الشرطاوي يعزف على وتر الأماني، الشرطاوي يتقدم ويعادل بهدف ثاني. لاعبنا فدائي، خل تسمع أعدائي، الأخضر عاشقينه، هو أحلى نادي. رد الشرطة وعاد بغارة شرطاوية ثانية تصيب هدفها. ما الذي حصل في أرضية الميدان؟ ماذا دهم اللاعبون؟ تسجيل من أسرع ما يكون، هدف من زاخو، ويا فرحة ما تمت. لوكاس سانتوس اللي دخل بديلا لمحمد عبد الكريم سجل هدف ثاني لزاخو، لكن سرعان ما عاد محمد قاسم بصاروخ أرض جو وسجل هدف التعديل لمصلحة فريق الشرطة. لم ينتظر الشرطة كثيرا وعاد وسجل وتعادل وصارت 2-2. المباراة مشتعلة بشوطها الثاني. المباراة راح نشاهد غير مباراة، ليست كما كانت في الشوط الأول، رغم أن الشوط الأول كان سريعا وفنيا بامتياز رغم الأفضلية الشرطوية، لكن في الشوط الثاني زاخو يسجل وبعد ذلك يعود الشرطة ويرد. أيضا لدينا تبديلين في تشكيلة فريق زاخو، هذا اللي تحدثت عنه. قلت لكم الشوط الثاني شوط المدربين وشوط التغييرات، ولدينا بطاقة صفراء. لا 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 محمد قاسم، لا يا محمد، اهدأ يا ولد، اهدأ يا محمد قاسم. الاعتراضات على حكم المباراة لا تجدي نفعا، خلاص حكم المباراة قرر وهو سيد الموقف، احتسب ولا عودة بالقرار، وبالتالي لا تعترض يا محمدنا. وبالتالي بطاقة صفراء على محمد قاسم في اللقطة الماضية. هذا الاعثار وهذا اللي كان في أرضية الميدان، ما الذي حدث؟ وبالتالي صافرة وخطأ
تحتسب لمصلحة فريق الشرطة أمام أنظار جماهيرهم. في أول 5 دقائق يشدون من أزرهم، يساندون، يواصلون، يقفون، لا يهدؤون، يريدون الشرطة للثالث يصلون بعد هدف زاخو المباغت وبعد العودة الشرطاوية. كرة في أرضية الميدان، الله 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 الله، قذائف وصواريخ في أرضية الملعب. ماذا حصل؟ وبالتالي الشرطة يواصل ويستمر ويريد هذا الهدف الثاني اللي بعد اللي كان من محمد شاكر. وهوبا، الله لمحمد قاسم، الله عليك يا محمد قاسم، قسم ظهر الشباك وبالتالي الكرة وصلت ودخلت إلى مرمى زاخو. وهدف تعديل بالسرعة بالمهارة باتخاذ القرار بالزاوية الثانية. يعود الشرطة ويسجل هدفا ثانيا. لم يسعفنا الوقت كثيرا في أن نحتفل بهدف زاخو الثاني المباغت والمفاجئ مع انطلاقة الشوط الثاني. سرعان ما عاد الشرطة وسجل هدف التعديل. لذلك عذرا لزاخو من باب الإنصاف والمهنية والحياد، أنا أقف على مسافة واحدة من جميع الفرق. صدقوني لم يسعفني الوقت في أن أحتفل بهدف زاخو الثاني لأن العودة كانت سريعة بالنسبة لفريق الشرطة. الشرطة طبعا بنفس التشكيل، بنفس اللاعبين، بنفس التكتيك، بنفس الأسلوب. مايكل أوهانا يتوغل في منطقة الجزاء. مايكل النيجيري ممكن يقف على الكرة، يبحث عن المساندة، يفكر بالتسديد، لا يجد الحلول، لا يجد المساحة. يعود لمحمد قاسم، تمريرات السحرية الرائعة، هذه المرة أقرب لهيليو مونتيرو اللي يغطي على فهد اليوسف والكرة تخرج برا الملعب. تحولت إلى ركلة مرمى. هنا جانب من الحضور وعلى طريقة ميكي ماوس، وبالتالي هذا الهدف. هم البدلاء اللي صنعوا الفارق. التمريرة، صناعة الهدف طبعا كانت لفرانك سيدريك لاعب رقم 99 اللي دخل اعتقد بديلا لمحمد جواد، وبالتالي مررها إلمن للوكاس سانتوس اللي ما كذب خبر وبالمباشر امام فرحة ابو الهيل. يا ابو الهيل، يا عيني عليك ابو الهيل، فرحته بالهدف الثاني لم تكتمل ويا فرحة ما تمت. عاد الشرطة وتعادل. مباراة مجنونة، مباراة من عالم آخر، مباراة رائعة تعطي جمالية لدورينا، تعطي تحفيز واستمتاع للمدرجات ولمشاهدينا. وهنا صافرة وخطأ وبطاقة صفراء. بطاقة صفراء، إذن بطاقة صفراء على اللاعب ربما يكون شيفان. خلينا نشوف. لا والله مو شيفان، البطاقة الصفراء على أركان أمير يتحصل على بطاقة صفراء في هذا اللقاء. كثرة البطاقات الصفراء، أعتقد رابع بطاقة صفراء في المباراة، وتدخل قوي على القدم على محمود المواس، وبالتالي بطاقة صفراء مستحقة وقرار سليم من حكم المباراة السيد محمد سلمان. أركان أمير إذن بالرقم 32 يتحصل على بطاقة صفراء. جانب أيضا من الحضور في مقصورة ملعب الشعب الدولي، ولدينا مساعد المدرب بالنسبة للمنتخب الوطني بتروفيتش يتابع ويراقب. سأعود للحديث عن مساعد المدرب ومتابعته للاعبين ولمباريات دورينا بعد هذه اللقطة. كرة ملعوبة لمصلحة فريق الشرطة، تتخلص من الدفاعات، عادت لمصلحة فريق زاخو. البدلاء صنعوا الفارق. قراءة رائعة لعبد الوهاب أبو الهيل في شوط المباراة الثاني. ليش؟ لأنه البدلاء الناجحين صنعوا الفارق لزاخو من خلال تسجيل الهدف الثاني. الهدف كان بصناعة فرانك سيدريك والتسجيل كان للوكاس سانتوس. كرة تعود، متابعة طبعا مستمرة من جانب السيد بتروفيتش مساعد المدرب أدفوكات. هذا طبعا من أجل ضم ما يمكن ضمه للمنتخب وتجديد دمائه. دعواتنا مستمرة للوصول للمنصة الأكبر، كأس العالم. تسديده خطرة، الله، حلوة من أمجد وليد وأحلى من أحمد باسل. ليش نتحدث عن المنتخب؟ لأنه منتخبنا وضع نفسه في عنق الزجاجة. لكن نعود ونقول هذه التسديدة الحلوة اللي كانت من أمجد وليد، نعود ونقول لا شيء مستحيل مع كرة القدم. لا زالت ذاكرتنا تحمل لقطات قديمة لنهائيات عديدة. اي والله محتاجين فرحة، محتاجين ننجمع ونفتخر بمنتخبنا، هويتنا الرياضية. المنتخب اللي عانى ما عانى من ويلات
واستبعاد انتظرنا كثيرا 34 سنة على آخر مشاركة لنا في المكسيك، وممكن هنا يأتي هدف، لكن الكرة العرضية وين وصلت لياسر قاسم. حلم قد يصبح حقيقة، لكن القادم مهم وأصعب، مهم وأصعب. ياسر قاسم بالتمرير بالمتابعة، وهاتوا خذ، تعود مرة أخرى، لكن نياز محمد قريب للكرة وبالتالي يقطع الكرة. كرة القدم بالنسبة للعراقيين ليست حب فقط. والله أنا اليوم يعني حتى في هذا اللقاء ركزت كثير على حضور عودة الجمهور إلى المدرجات. ليش؟ لأنه كرة القدم بالنسبة للعراقيين ليست حب فقط، ربما قد تكون هي اللعبة الوحيدة. كل الثقافات، كل الشعوب تهتم بمجموعة من الرياضات إلا العراقيين. صغيرهم محلل، كبيرهم مدرب، شبابهم طموح. في كل زاوية من أي مدينة بالعراق نقاش وتحدي وأقدام تسري مع كرة. لدينا صافرة وخطأ هنا لمحمد قاسم. مشاهد وليد سالم يحضر للدخول، ربما محمد داود أيضا، نعم محمد داود أيضا، ربما سيكون تبديلان دفعة واحدة في الدقائق القادمة بالنسبة لفريق الشرطة. ولدينا هنا صافرة وخطأ، 5 ب6 الفاولات ما بين زاخو والشرطة. ومحمد قاسم يقف على الكرة ويتحصل على ركلة حرة مباشرة من مكان مناسب جدا. ربما محمد قاسم قد ينفذ ويصل إلى الهدف الثالث بالشرطة في هذه المباراة. في هذا اللقاء ما زلنا ننتظر الندية القادمة في الدقائق المقبلة. ليش؟ لأن المباراة لن تتوقف، هجمة بهجمة، وحدة بوحدة، جول ثاني لزاخو وجول ثاني للشرطة. هنا لدينا ركلة حرة مباشرة لمصلحة فريق الشرطة أمام أنظار محمد قاسم. محمد سينفذ، محمد تصطد بالجدار، جدار حائط صد بشري، بالتالي اصطدت، عادت مرة أخرى، وصلت سهلة عند حارس المرمى محمد شاكر. محمد شاكر يسيطر على الكرة، يتحسر محمد قاسم على اللقطة الماضية، لكن صعبة تمر الكرة من أمام حائط صد بشري معمول من لاعبين طوال القامة، مدافعين زاخو طوال القامة، وبالتالي صعبة الأمور على محمد قاسم في الركلة الحرة المباشرة في اللقطة الماضية. لدينا سقوط وإصابة، شوف 4 طوال، اللاعبين المحترفين وحتى المحليين، بالتالي اصطدت برأس اللاعب أوليفييرا المحترف البرازيلي. وهذه اللقطة الأخرى اللي توضح هدف زاخو الثاني. الله 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 الله، حلوة المباراة بشوطها الثاني ببدايتها، بشوطها الثاني بالعشر دقائق الأولى شاهدنا، بالخمس دقائق الأولى شاهدنا هدفين، واحد للشرطة وواحد لزاخو. زاخو سجل والشرطة رد، بالتالي ما زلنا في أرضية الميدان وكل الحسابات واردة، كل الطموحات مشروعة، كل التوفيق للفريقين من أجل أن نستمتع بمباراة واحدة من أجمل المستويات الفنية التي يقدمانها زاخو والشرطة في أرضية الميدان. كرة إلى خارج الملعب تحولت إلى رمية جانبية لمصلحة فريق الشرطة. نلعب بالدقيقة 59 ساعة من اللعب، والتعادل إيجابي 2-2 ما بين الشرطة وزاخو، وما زال السجال حاضرا، ما زال الحوار واردا في أرضية الميدان. ممكن مع الدقائق القادمة نشاهد أهداف أخرى، لما لا؟ لما لا؟ لدينا نجوم في أرضية الميدان يقدمون، يصلون بالإمكان في هذه الكرة، لكن الكرة تصطد بنياز محمد مدافع الشرطة إلى برا الملعب. تحولت أعتقد ركنية لمصلحة فريق زاخو أمام أنظار السيد محمد سلمان. ولدينا تبديلين، وليد سالم إذن يشترك، أعتقد بديل لفيصل جاسم ولا من؟ لا والله بديل لمصطفى معا. وليد سالم يشترك بديلا لمصطفى معا. ولدينا أيضا محمد داود سيشترك بديلا للمحترف، أعتقد نعم للمحترف أوهانو، مايكل أوهانو إذن يغادر، ودخول لمحمد داود، تبديل في رأس الحربة، مايكل يخرج محمد داود يدخل، وبالتالي الفاعلية الهجومية لمايكل لم تكن بالمستوى المطلوب. بالتالي مدرب الشرطة فكر في أن يغير، وبالتالي كرة خطرة لزاخو داخل منطقة الجزاء، صراع على الكرة تعود لمصلحة فريق زاخو من الجهة اليسرى. مونتيرو هو مدافع متقدم إلى الأمام، محاولة محمد قاسم ما حصلها، انقطعت من الدفاعات وعادت بالتالي لأحمد باسل. تبديلين بتبديلين، 2-2. زاخو أجرى تبديلين، سيد عبد الوهاب أبو الهيل، ولدينا في الجهة المقابلة مؤمن سليمان المدرب المصري مدير الفني للشرطة أيضا أجرى تبديلين.
تبديلين إذن بدخول وليد سالم وبدخول محمد داود وبخروج مصطفى معا ومايكل أوهانو. فيصل جاسم تحول على جهة اليسار، وبالنسبة لوليد سالم انتقل إلى جهة اليمين أو نزل في جهة اليمين، هو مكان الصحيح اللي متعود دائما أن نشاهد وليد سالم في جهة اليمين. هذا وليد، تصل الكرة الآن لوليد، وليد سالم في المنتصف، محمد قاسم مع الكرة يلف ويدور يبحث عن زميل يلعبها لسعد ناطق، وليد سالم هات وخذ مرة أخرى، محمد قاسم ملعوبة لفهد اليوسف في الجهة اليسرى، هجوم شرطاوي، غارة شرطاوية قادمة يشنها أبناء القيثارة، محمد داود العرضية داخل منطقة الجزاء، تصطد تتخلص عدد زاخولية سريعين بالارتداد وخطرين بالمرتدات، كرة خطرة هذه لمصلحة فريق زاخو أو هي في جهة اليمنى، لم تشكل خطورة بعد، لكن سرعة المباراة توحي لك أنه في كل لقطة من لقطات المباراة ممكن أن يشكل أحد الفريقين خطورة على مرمى المنافس. كرة ملعوبة عادت في الدفاعات، وليد سالم يعيدها لحارس مرماه أحمد باسل بهدوء يلعبها لسعد ناطق، عادت مرة أخرى عند وليد سالم. نلعب بالدقيقة 62، من يحسم هذه الموقعة؟ من يسجل؟ من يحسم هذه الموقعة النارية؟ حكم المباراة قريب السيد محمد سلمان يقول مشي، العب، روح، اتوغل، ممكن خطرة للوكاس، وحلوة المتابعة، حلوة المتابعة من وليد سالم ولا وجود لخطأ. عادت لأحمد باسل لنياز محمد لفيصل جاسم، سريع المباراة لن تتوقف كثيرا، وبالتالي الرغبة الطموح حاضرة بقوة في أرضية الميدان. يمشي دربل حلو المواس، يلعبها لمحمد داود، محمد مرة أخرى هي للمواس، هو ثالث، هو الثالث، الله 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 الله، لا تخلصت وانقطعت من أمامه، والمواس يطالب بركلة جزاء، وحكم المباراة كان قريب وزاوية الرؤية واضحة تماما لديه، بالتالي لم يحتسب شيء، والمواس مستغرب ومتعجب ويطالب بركلة جزاء، لكن خلاص مشت الكرة وتبديل آخر في تشكيلة فريق زاخو. خروج لحميد حاجي، خروج لحميد حاجي هذه اللقطة، أوه سحب على اليد، كان والله فيها كلام، فيها كلام، فيها كلام، فيها كلام، متروكة هذه للمختصين، هم يقيمون الحالة، هم يقيمون الحالة، لكن فيها كلام، والله كان اكو هناك شد باليد على اليد اليسرى هذه واضحة، هيليو مونتيرو على محمود المواس، ومستغرب كان من القرار المواس من حكم المباراة. على العموم خروج إذن لشيفان، شيفان هو من سيخرج، اعتقد تبديلين ولا تبديل فقط، خلينا نشوف. تبديل إذن لمصلحة فريق زاخو، دخول للاعب رقم 9 اللي هو عمار عبد الحسين، يشترك بديلا نعم حميد حاجي، أنا ذكرت حميد حاجي، نعم حميد حاجي إذن يشترك بديلا لعمار عبد الحسين، عمار عبد الحسين يشترك بديلا لحميد حاجي. 3 بطاقات صفراء من نصيب زاخو، وبطاقة صفراء واحدة من نصيب الشرطة كانت لمحمد قاسم، إذن 4 بطاقات صفراء لدينا في أرضية الميدان. كرة ملعوبة، وليد سالم داخل منطقة الجزاء الراسية، حلوة هذه لكن تصل سهلة عند حارس المرمى محمد شاكر. نلعب بالدقيقة 64، محمد داود والمحاولات، ويريد محمد داود أن يضع بصمة في هذا اللقاء. المدرب المصري مؤمن سليمان أعطاه الفرصة وأشرك بوقت مناسب، وأخرج اللاعب مايكل أوهانو المحترف النيجيري. كرة ملعوبة تعود لمصلحة فريق الشرطة، المواس، أبو شكرية، محمود يتقدم يحاول، قطعت من أمامه، حلوة التغطية من اللاعبين، لاعب فريق زاخو فرانك، هذه تدخل من الخلف واضحة وصافرة، وخطأ على فهد اليوسف لمصلحة فرانك سيدريك. فرانك إذن يتحصل على خطأ لمصلحة فريق زاخو في الدقيقة 65. تدخلات، حوارات، سجالات، كل شيء موجود في أرضية الميدان، والطموحات ما زالت مشروعة لكلا الفريقين. مباراة حلوة، واحدة من أجمل مباريات دورينا، لم تتوقف كثيرا، وبالتالي الهجمات تأتي تباعا هجمة تلو الهجمة، وبالتالي الخطورة تشعر وتحس أنها حاضرة واضحة في كل هجمة بالنسبة للشرطة وبالنسبة لزاخو. كرة ملعوبة لمصلحة فريق زاخو، فرانك أو لوكاس في المنتصف عند عمار عبد الحسين، تمريرة لم تصل إلى برا الملعب، تحولت رمية جانبية لمصلحة فريق الشرطة، رمية جانبية للشرطة. وليد سالم على التنفيذ، وليد يبحث عن المساند، يفكر في لعب الكرة إلى الأمام،
هي كذلك علاء عبد الزهرة يعيدها لعبد المجيد أبو بكر، أيضا يقدم أدوار تكتيكية رائعة عبد المجيد أبو بكر بالنسبة للمناطق الدفاعية في الخلف، يساند يعود، وبالتالي الكرة تصل للمواس. محمود يقدم أداء مجهود بدني عالي المستوى، محمود المواس في هذه المباراة. محمد قاسم تمريرة بقراءة حلوة وممتازة، المواس العرضية داخل منطقة الجزاء، لا اصطدت، وبالتالي تحولت إلى ركلة مرمى لمصلحة فريق زاخو. هذا محمد داود، حلوة اللقطة، محمود المواس، وكان خالي من الرقابة طبعا في الجهة البعيدة اعتقد محمد داود، نعم، لكن لعبها بهذه الطريقة وبهذه الكيفية، كان يخشى من الاشتراك مع المدافع في اللقطة الماضية، وبالتالي لعب الكرة بهذه الطريقة إلى خارج الملعب، تحولت ركلة مرمى لمصلحة فريق زاخو. التعادل بهدفين بين الفريقين، بين أبناء القيثار وأبناء الخابور في موقعة الشعب الدولي على الهواء مباشرة، الجولة الخامسة من دورينا عبر شباب سبورت. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، ما زلنا نتواصل معكم. ياسر قاسم يحاول في اللقطة لكن قطعت من أمامه، التغطية حاضرة، لا وجود للخطأ. نياز محمد بالمباشر إلى جهة اليسار، لا، طويلة على المواس، طويلة على المواس، طالت على محمود، وبالتالي إلى برا الملعب. توجيهات أيضا مساعد المدرب الكابتن حسين عبد الواحد ما زالت حاضرة، وبالتالي بالمقابل أيضا عبد الوهاب أبو الهيل بقراءته الممتازة. هو شعر عبد الوهاب أبو الهيل وحس بالشوط الأول لم تكن الخطورة حاضرة بالنسبة لزاخو، حتى الكثافة العددية، حتى في عملية نقل الكرة إلى المناطق الأمامية، شاهد بطء في التحضير، رغم أنه زاخو استغل فرصة ثمينة وسجل هدف، لكن كانت بصناعة لأمجد وليد اللي صنع الهدف بشكل رائع وممتاز. بالشوط الثاني فكر عبد الوهاب أبو الهيل أنه يضيف في المقدمة ويشكل فاعلية هجومية على مرمى فريق زاخو من خلال إشراكه لفرانك سيدريك وللوكاس سانتوس اللذين كانا فعالين في خلق الهدف الثاني أو صناعة الهدف الثاني لمصلحة فريق زاخو. جانب من الحضور، وهذا قمرنا الليلة، هذا قمرنا الليلة، قمرنا الليلة اليوم اكتمل بوجود الجماهير في المدرجات، في مدرجات الشعب الدولي. كرة تعود في المنتصف، عبد المجيد أبو بكر يلعبها لمحمد قاسم مع الكرة إلى عبد المجيد مرة أخرى، قصيرة انقطعت، ياسر قاسم ما سيطر عليها، فرمل على الكرة وصافرة وخطأ، احتكاك ما بين عبد المجيد أبو بكر وياسر قاسم. نهدأ يا شباب، الاحتكاكات راح تكون قادمة كثيرا في الدقائق المقبلة والمتبقية. تمريرة علاء عبد الزهرة بعيدة على محمود المواس، وعلاء يقول له اصعد، ايش منتظر، ومحمود يقول له كرتك بعيدة، وهكذا يستمر الحوار. احيانا الضغط، شوف هذا الاحتكاك اللي كان ما بين ياسر قاسم وعبد المجيد ابو بكر، احيانا الضغط البدني والضغط النفسي في ارضية الميدان يجهد اللاعبين كثيرا، وبالتالي يفقدون تركيزهم حتى في عملية تمرير الكرة، وهذا طبيعي، لأنه أنت صعب تشوف لاعب في أرضية الميدان يلعب على طول الخط بمجهود بدني ثابت حتى إذا كان التمرين على مستوى عالي، فبالتالي يحتاج أن شوية يتوقف. هذه خطرة للشرطة، انقطعت، عادت من جديد. هنا راية والتسلل في اللقطة الماضية على علاء عبد الزهرة، راية وتسلل على علاء، تسلل الثاني على علاء في هذه المباراة. تسلل كان في الشوط الأول، والآن أيضا تسلل ثاني ضد علاء عبد الزهرة، وبالتالي ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة فريق زاخو. من الآن فصاعدا سنكون معكم عبر الصوت والصورة والجمهور. لاحظوا الإضافة وين، ليس فقط عبر الصوت والصورة، والجمهور كذلك. نعم، الجمهور بوصفه حالة مستقلة بحد ذاتها، الجمهور الذي لطالما كان اللاعب والمدرب والملهم، بل المغير لمجريات ومصير الكثير من المباريات. شباب سبورت كالمعتاد ترحب بجمهورها الكريم، الجمهور الذي لولاه ولولا إيمانه بأن للكرة معنى ووجود لما كان للمعنى ولا لوجوده معنى وقيمة. هكذا هي الحسابات. كرة تصل لمحمد شاكر حارس مرمى فريق زاخو. نلعب بالدقيقة 70. إذن مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر شباب سبورت، نتواصل معكم على الهواء مباشرة في موقعة الشعب الدولي. التعادل الإيجابي 2-2
ما بين الشرطة وزاخو. الشرطة تقدم، عادل زاخو، ثم تقدم زاخو، ثم عاد الشرطة ويعادل. كرة خطرة لأمجد، حلوة اللقطة، حلوة الكرة، ولكن إلى برا الملعب تحولت ركلة مرمى لمصلحة فريق الشرطة. 20 دقيقة متبقية إذن من عمر هذا اللقاء. من سيحسم هذه الموقعة؟ أنا والله تسألوني وما أتوقعها منتهية تعادل، ما أتوقعها منتهية تعادل. أنا أتوقع راح يكون هناك هدف ثالث. عاد الهدف الثالث لمن سيكون؟ للشرطة، لزاخو؟ هذا السؤال راح تجاوب عليه الدقائق القادمة المتبقية من عمر هذا اللقاء. نشوف ونتابع ونراقب وننتظر. هل يقتسمان الفريقين نقاط هذه المباراة نقطة بنقطة وبالتالي 11 ب11، يعني يصلان إلى النقطة 11، أم هي يعني ستكون لزاخو أو للشرطة؟ ممكن عاد لزاخو في هذه اللقطة. أمجد وليد في الجهة اليسرى، عبد المجيد أبو بكر. هذه الأدوار التكتيكية المناطة بعبد المجيد أبو بكر واللي تحدثت عنها. شوف وين عبد المجيد، في مكان مركز الليبرو باللقطة الماضية وفي الكرة، وبالتالي عاد وساند وقطع. لدينا تبديل آخر قادم بتشكيلة الشرطة. علي يوسف أشاهده يتحضر للنزول. محمد داود سحب واضح، صافرة، خطأ. نعم، لا يا هيليو مونتيرو، اللقطة واضحة، لا تعترض، وبالتالي صافرة وخطأ لمصلحة فريق الشرطة. إذا الخروج سيكون لعلاء عبد الزهرة. علاء عبد الزهرة سيترك أرضية الميدان، والدخول سيكون لعلي يوسف اللاعب رقم 9 في تشكيلة فريق الشرطة. علاء عبد الزهرة ينظر وننتظر التبديل. إذن ننتظر إجراء التغيير. أعتقد بعد هذه الركلة سينفذ التبديل. محمد قاسم يتركها لزميله محمود المواس. محمد قاسم يتركها لمحمود المواس. كرة الثابتة التي عادة ما تتدرب عليها الفرق كثيرا. 6 ب6 متعادلين حتى بالأخطاء أو بالفاولات. 6 ب6 إلا بالبطاقات الصفراء. 3 على زاخو وواحدة على الشرطة. الركلة حرة مباشرة أيضا لمصلحة فريق الشرطة من الجهة البعيدة. محمود المواس، التنفيذ عالية وطويلة داخل منطقة الجزاء، راسية تتخلص مبعدة مرة أخرى من الدفاعات الزاخولية. أقرب لوليد سالم. وليد اللاعب الذي اشترك في الشوط الثاني، اللاعب اللي اشترك قبل قليل. وليد سالم بديلا لمصطفى معا. وليد يلعب الكرة عالية وطويلة مع المواس اللي انتقل إلى جهة اليمين. محمود المواس محترف على أعلى مستوى، يقدم مستويات ومجهود رائع ويصنع الفارق لفريق الشرطة من خلال ما سبب من مشاكل لدفاعات فريق زاخو في الجهتين اليسرى واليمنى. الآن تحول إلى جهة اليمين. الاختراقات من الأطراف والدخول والمساندة إلى العمق شكلت فارق كبير بالنسبة لهجوم الشرطة. محمود المواس على التنفيذ، حكم المباراة يتحدث مع اللاعبين، يفك الاشتباك، والمباراة تسير إلى الربع ساعة الأخيرة. لمن ستكون الكلمة؟ لمن ستكون كلمة الفصل والحسم في هذا اللقاء؟ ملعوبة للشرطة، قطعت من دفاعات زاخو، عادت لفهد اليوسف، ماخذ له مكان، وبالتالي للمواس. هذه التمريرة، التحضير محمد قاسم، لا، سعد ناطق مرة أخرى ما زال يقف على الكرة، يحاول. وشوف محمد قاسم يعاتبه، ليش؟ لأنه محمد قاسم كان أفضل، كانت وضعيته أفضل بالتسديد. لو تركها سعد ناطق لمحمد قاسم كانت تكون بها كلام آخر، لكن سعد ناطق أيضا ما شاف محمد قاسم، عينه على الكرة كانت، بالتالي معذور سعد. هذا سعد ناطق عاد ورجع وساند، وبالتالي انتهت هجمة زاخو عند حارس المرمى أحمد باسل يسيطر على الكرة. يسيطر على الكرة. هدف محمد قاسم ضيفوا للأهداف الثلاثة اللي تحدثت عنها في الشوط الأول. ضيفوا لي هدف محمد زامل، ضيفوا لي هدف منتظر محمد، وضيفوا لي هدف علاء عباس. 4 أهداف رائعة عالمية شاهدناها في دورينا، والإثارة قادمة في دورينا راح تكون بالتأكيد. استمتعوا يا جماهيرنا الأعزاء، استمتعوا. تبديل آخر إذن، علاء عبد الزهرة يترك المباراة لزميله علي يوسف. علي يوسف إذن يشترك بديلا لعلاء عبد الزهرة. هذه لقطة الهدف الأول اللي سجله علاء عبد الزهرة. كرة ملعوبة لمصلحة فريق الشرطة. ياسر قاسم رغم أنه سجل هدف، ولكن يعني لدينا أيضا تبديل آخر. فهد اليوسف يخرج ودخول لعلي حصني. علي حصني يشترك بديلا لفهد اليوسف. أيضا التبديلات الأربعة يجريها
المدرب مؤمن سليمان مدرب المصري مدرب فريق الشرطة. 4 تبديلات إذن يزوج بها. متبقية ربع ساعة. ياسر قاسم تحدثت عنه، ما شاهدناه كثيرا في المباراة. تشعر أنه ياسر قاسم يعني يحتاج إلى الوقت أكثر من أجل العودة إلى الفورمة، رغم أنه ياسر قاسم سجل هدف بتمركزه، لاعب يعرف وين يوقف، بالتالي كان متابع للكرة في الشوط الأول وسجل هدف لزاخو، الهدف الأول اللي كان التعديل طبعا في الشوط الأول. هذه لقطة الهدف اللي سجلها علاء عبد الزهرة بالمباشر، اللمسة اللي لعبها ودخلت إلى الشباك. لدينا سقوط على أرضية الميدان، إصابة بالسلامة لأحد لاعبي زاخو، ربما يكون أركان أمير. خلينا نشوف. إصابة لأحد لاعبي زاخو. الشرطة طبعا لعب 4 مباريات، فاز ب3 وتعادل ب1، سجل 8 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف. مع هذين الهدفين طبعا اليوم يصير في رصيده 10 أهداف فريق الشرطة، وشباكه استقبلت 5 أهداف بهدفي زاخو الآن. طبعا بنفس عدد النقاط 10 نقاط. زاخو فاز ب4 مباريات وتعادل ب1، سجل 6 أهداف مع الهدفين الآن 8، وتلقت شباكه 4 أهداف مع هدفي الشرطة الآن. مغادرة لتلقي العلاج ومعها بطاقة صفراء أعتقد لأحد لاعبي زاخو. خلينا نشوف من هو اللاعب. ربما أركان أمير، ربما يكون أركان أمير. خلينا نشوف. هدأت المباراة تقريبا مع الربع ساعة الأخيرة المتبقية أو 14 دقيقة المتبقية من عمر اللقاء في موقعة الشعب الدولي. ما زال الشرطة يبحث عن هدفا ثالثا. شيفان جميل هو من تحصل على البطاقة الصفراء وغادر لتلقي العلاج، اللاعب الرقم 14 كما واضح في السيجي. الشرطة يبحث عن هدف ثالث. دخول علي حصني ربما يشكل ويصنع فارق لفريقه. فيصل جاسم على الجهة اليسرى تصطد الكرة، تعود مرة أخرى لعلي حصني، قتال على الكرة ما بينه وبين فرانك، عادت مرة أخرى صافرة وخطأ واضح على سعد ناطق، الخطأ يحتسب إذن. وهنا لدينا طبعا اللاعب شيفان جميل يعود من الإصابة بالسلامة ويستأنف المباراة مع بقية زملائه، يشترك مرة أخرى ويعود ويستأنف. صافرة وخطأ لمصلحة فريق زاخو. فريق زاخو يحاول أن يهدي من رتم المباراة، يبطئ بالكرات، يحاول أن لا يفقد الكرات كثيرا. ليش؟ لأنه هو يلعب على أرض المنافس، وبالتالي إذا ما خطف النقطة من أمام فريق كبير، فريق جماهيري، فريق الشرطة، هذه تحسب لعبد الوهاب أبو الهيل وتحسب لزاخو. لكن أعتقد أنه عبد الوهاب أبو الهيل مدرب زاخو يطمح إلى ما هو أكثر من ذلك، يريد النقاط الثلاث، طموح مشروع، لما لا؟ مع هذه الركلة الثابتة التي قد تكون واحدة من الحلول للوصول إلى شباك بارتيز العراق اللي هو أحمد باسل. ركلة حرة مباشرة لمصلحة فريق زاخو عند اللاعب برونو أوليفيرا المحترف البرازيلي. برونو يلعبها داخل منطقة الجزاء، خطرة لزاخو، تصطد بالدفاعات، عادت وتخلصت الكرة من وليد سالم بالمباشر، يعيدها لاعب فريق زاخو إلى خارج الملعب، تحولت إلى ركلة مرمى لمصلحة فريق الشرطة. ركلة مرمى إذن لمصلحة فريق الشرطة. سعد ناطق على التنفيذ. ما زال الحديث مبكرا عن نتيجة المباراة، هي 2-2 لحد الآن، أوكي متفقين كما هو واضح، ولكن الدقائق القادمة كثيرة، يعني 10 دقائق في كرة القدم وقت كثير متبقي، ممكن أن تشاهد هدف ربما لزاخو ربما للشرطة. تبديل آخر لفريق زاخو، جيلان لقمان، لاعب مهاري. جيلان إذا دخل يسوي مشكلة. جيلان لقمان لاعب مهاري، لديه هدف أيضا في هذا الموسم، وبالتالي بإمكانه أن يصنع الفارق. هكذا يفكر السيد عبد الوهاب أبو الهيل في الدقائق ال10 الأخيرة. جيلان لقمان إذن سيغادر. من سيشترك؟ عفوا سيشترك. من الذي سيغادر؟ لخبطونا والله. على العموم كرة ملعوبة لمصلحة فريق زاخو، تخلصت الكرة بين الدفاعات، انقطعت. جيلان لقمان يستعد للدخول، ربما يكون بديلا لأمجد وليد. خلينا نشوف. كرة ملعوبة من عبد المجيد، عالية وطويلة، ما سيطر عليها، انقطعت،
عادت مرة أخرى صراع على الكرة. علي حصني يحاول، علي حصني انقطعت من أمامه، عادت وصافرة وخطأ من الدولي محمد سلمان، وبالتالي صافرة وخطأ. نعم أمجد وليد، إذا كما توقعت أمجد وليد سيغادر، والدخول سيكون لجيلان لقمان. جيلان لقمان إذا سيشترك بديلا لأمجد وليد، يحول شرط القيادة أعتقد لهيليو مونتيرو. أمجد وليد الذي صنع هدفا جميلا في الشوط الأول، ودخول لجيلان لقمان. قدم مباراة رائعة أمجد. إذا الخطأ نفذ لمصلحة فريق الشرطة. محمود المواس جهة اليسار، علي حصني أيضا مهاري ممكن يمر، علي حصني بالذكاء بالمهارة يمر، حلوة لعلي حصني، لكن التغطية وتقارب المسافات والانضباط التكتيكي العالي في الشوط الثاني للاعبي زاخو قصر الطريق امام اللاعب علي حصني. الان عاد علي واستلم الكره، لعبها لمحمد داوود امام مشارف منطقه الجزاء او علي يوسف. محمد قاسم الان مع علي يوسف من جديد، الكره تحولت الى جهه اليمين، وليد سالم ما سيطر عليها، انقطعت من امامه وتخلصت الى برا الملعب بمبدا الامان، رميه جانبيه لمصلحه فريق الشرطه. بشكل سريع محمد قاسم ينفذها، عادت الكره لمحمد عاليه وطويله داخل منطقه الجزاء، تتخلص من هيليو مونتيرو، ووليد سالم يتركها برا الملعب، رميه جانبيه لمصلحه فريق الشرطه. وليد سالم هو من استلم شاره القياده بعد خروج علاء عبد الزهره، كره ملعوبه. وليد سالم ايضا كانت له صولات وجولات مع انديه عديده، لا مجال لذكر الانديه التي مثلها وليد سالم، وحتى مع المنتخب كان يقدم مستويات رائعه. هنا لدينا صافره خطا اعتقد فيها بطاقه، اعتقد فيها تهور بالدخول من جانب علي يوسف في اللقطه الماضيه. نعم بطاقه صفراء مستحقه، رغم ان علي يوسف يوضح للحكم يقول له والله عطابه، لكن صعبه. لا والله نياز، عفوا نياز محمد مو علي يوسف، نياز محمد يتحصل على بطاقه صفراء بعد التدخل الاخير على لوكاس سانتوس في هذه اللقطه. دخول بطريقه مقصيه. شوف السيد عبد الوهاب ابو الهيل والاعتراض على حكم المباراه، لكن خلص سيد محمد سلمان كان قريب على الحاله واحتسب خطا مع بطاقه صفراء لهذا اللاعب نياز محمد. ركله حره مباشره اذا لمصلحه فريق زاخو في الدقيقه 83. احمد باسل يصيح فيصل، يتحدث مع حائط الصد البشري فيصل والمواس. الركله حره مباشره لمصلحة فريق زاخو، قد تشكل خطورة على مرمى فريق الشرطة في هذه الأثناء وفي هذه اللحظات. 8-7 الفاولات والأخطاء. الركلة حرة برونو يلعبها داخل منطقة الجزاء، تتخلص علي حصني بالمباشر، يدفع الكرة إلى الأمام. محمد قاسم محاط بلاعبين من زاخو، محمد قاسم بالمهارة يحاول يتوغل ويكسب منها رمية جانبية حلوة لمحمد قاسم، أيضا مقدم له مباراة كبيرة، مباراة رائعة. كرة تعود في المنتصف، عبد المجيد أبو بكر يلعبها لعلي حصني، علي مع الكرة الآن، بينية جميلة لكن قراءة من الدفاعات الزاخولية. انقطعت الكرة في المنتصف، لوكاس أو فرانك أعادت مرة أخرى، ياسر قاسم مع فرانك، فرانك يحاول المرور، يستخدم جسمه بالاتكاء على المنافس، ولكن كرة قصيرة انقطعت. فرانك لم يحسن التمرير، بالتالي عادت الكرة شرطاوية. التمريرات الكرات العالية يعني تحس انه شوف التمرير، الكرات الطويله عاده ما المجهود البدني ياخذ من اللاعب كثير، بالتالي تشوف اللاعب يبدي يعتمد على الكرات الطويله اكثر مما هي الكرات تلعب بالارض، رغم تعليمات المدربين الواضحه والواقفين على الخط والمستمرين. عبد الوهاب ابو الهيل تحس انه هذه النتيجه تهمه كلش، هذه المباراه كانها مفصليه، الجديه بالتعامل مع المباراه بل المنطقيه بالتعامل مع المباراه للكابتن عبد الوهاب ابو الهيل صنعت الفارق لزاخو في هذه المباراة، حتى بالنسبة لمدرب الشرطة مؤمن سليمان من خلال تبديلاته في الدقائق الماضية. آخر 5 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة. سعد ناطق يوقف الكرة أخيرا، وليد سالم داخل منطقة الجزاء، الرأسية من المواس، هناك مطالبة بوجود لمسة يد، حكم المباراة يقول ما بيها شيء، العب واصل إلى الأمام، قطعت واصطدت بفيصل جاسم وتحولت إلى رمية جانبية لمصلحة فريق زاخو. لدينا تبديل آخر، إذا محمد جفال يستعد للدخول، هذا ياسر قاسم،
مطالبة كبيرة من الجماهير العراقية بضرورة وجود ياسر قاسم مع المنتخب الوطني في المباريات المقبلة من التصفيات وحتى في بطولة كأس العرب، لكن يبقى القرار الأول والأخير للسيد ديك أدفوكات مدرب منتخبنا الوطني. إذن محمد جفال يستعد للدخول. محمد جفال يستعد. إذن كرة خطرة هذه تصل لمحمد شاكر. محمد جفال ربما يكون بديلا لعبد المجيد أبو بكر. خلينا نشوف أو ربما التبديل يكون بالمقدمة، ربما بدلا من المواس. نتابع ونشوف، لا نسبق الأحداث، ننتظر. سعد ناطق على التنفيذ، يلعبها بالمباشر. علي حصني مع الكرة الآن، يحاول يتقدم تمريرة إلى علي يوسف، بالخطأ من علي يوسف، ما حصلها علي حصني، انقطعت وعادت لياسر قاسم إلى فرانك سيدريك. فرانك يقف على الكرة بالكاحل، حلوة، يرجع الكرة إلى الخلف، لكن شوف عبد المجيد أبو بكر ينقض على الكرة ويقطعها، وهنا تدخل على علي حصني صافرة وخطأ واضح يحتسب حكم المباراة السيد محمد سلمان. آخر 3 دقائق، نلعب بالدقيقة 87 من عمر اللقاء، آخر 3 دقائق على نهاية المباراة، وما زال التعادل هو سيد الموقف بهدفين لكلا الفريقين. وهنا شوف يحيي زميله حارس المرمى محمد شاكر. زاخو في الشوط الثاني أفضل. إذن محمد جفال يشترك بديلا لسعد ناطق. طلع مدافع ونزل لاعب بالمقدمة، يحاول أن يسرق المباراة. السيد المصري مؤمن سليمان يحاول أن يسرق المباراة مع الدقائق القادمة بهدف ثالث قاتل ربما يحسم هذه الموقعة، وبالتالي النقاط الثلاث الغالية تكون لمصلحة فريق الشرطة. لكن زاخو أيضا مسيطرين مركزين، وبالشوط الثاني عاملين شغل طيب، والمباراة صارت صعبة على الشرطة رغم الأفضلية الشرطاوية في الشوط الأول. حكم المباراة قريب يقول العب، لا وجود للخطأ، ولكن روح رياضية عالية. هناك لاعب يعاني من إصابة في أرضية الميدان، اللاعب أعتقد اللي نزل الآن محمد جفال، هو محمد جفال. عبد المجيد أبو بكر أيضا يعيد الكرة إلى حارس المرمى محمد شاكر. مباراة جميلة استمتعنا بها حقيقة مشاهدينا من خلال شاشتكم شباب سبورت، بعودة الجماهير، بالأهداف الأربعة الحاضرة في أرضية الملعب، هدفين لزاخو، هدفين للشرطة. مباراة كانت سجال، المستوى الفني عالي بها، تدخلات المدربين راية مرفوعة، تسلل واضح على فهد اليوسف، عرفتها تسلل بالمناسبة قبل ما يرفع المساعد الثاني الراية، وبالتالي التسلل واضح كان على المواس في اللقطة الماضية. هذه الحالة واضحة يا محمود، المواس واضحة. إذن ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة فريق زاخو. شوف 4 تسللات على الشرطة، 4 حالات تسلل على الشرطة، وهي 4 تسللات بالمباراة ككل، لا وجود لأي حالة تسلل على فريق زاخو. كرة تلعب من أحمد باسل لفيصل جاسم، فيصل خروج لسعد ناطق ودخول لمحمد جفال. إذن هذا محمد اللي الكرة معه الآن، النجم الطلابي اللي كان في الموسم الماضي مع الطلبة، كان هداف فريق الطلبة، قدم مستويات رائعة، ولكن تمريرته كانت خاطئة في اللقطة الماضية إلى خارج الملعب، تحولت إلى رمية جانبية لمصلحة فريق زاخو بهذه الدقيقتين الأخيرتين مع الوقت بدل الضائع القادم لا يريد أن يجازف كثيرا، ولا يريد أن يترك المساحات خلفه. هو يعلم تماما بأن لاعبي الشرطة بإمكانهم أن يصنعون الفارق، خصوصا البدلاء اللي دخلوا قبل قليل اللي هم علي حصني وعلي يوسف ومحمد جفال، بإمكانهم أن يصنعون الفارق، وحتى محمد داود. كرة ملعوبة في المنتصف لمصلحة فريق الشرطة، علي يوسف، محمد قاسم يقف على الكرة، يبحث عن زميل، يلعبها لعلي حصني، يتركها لمحمد داود. محمد داود ماخذ له مساحة جيدة، ممكن مع علي حصني، هي كذلك حصني ممكن المهارة يلعبها علي يوسف، راح يرجعها علي يوسف محاصر، يعيد الكرة لمحمد قاسم. هنا الشغل، هنا التمرير، هنا القراءة، هنا النظرة، هنا اللقاء مع الكرة والابتسامة حلوة لمحمد قاسم. كرة انقطعت، عادت من جديد لمصلحة فريق زاخو، محاولة في الجهة اليسرى، لكن نياز
بامتياز، يقطع الكرة ويقطع الطريق أمام فرانك سيدريك، وتعود الكرة لمصلحة فريق الشرطة. آخر دقيقة، آخر دقيقة، لمن ستحسم، لمن ستكون للكلمة، من يحسم الموقعة، من يحسم اللقاء. ما زال السؤال قائما، ممكن الإجابة في هذه الكرة هي للشرطة. الله، لا وجود للمتابعة، رغم أن علي حصني فعل كل شيء، قشر لهم وياه تقشر. علي حصني قشر الكرة الماضية، لكن لا وجود للمتابعة، وبالتالي راحت عادت مرة أخرى شرطاوية المواس، يلعبها لجهة اليمين. وليد سالم داخل منطقة الجزاء، مرة أخرى المتابعة انقطعت من أمامهم، وعادت في المنتصف. نياز محمد وفيصل جاسم، نياز وفيصل وعبد المجيد أبو بكر، شوف وين واقفين، يأمنون المناطق الدفاعية في الحالة المرتدة. بالنسبة له فقد الشرطة الكرة وصارت الهجمة لفريق زاخو، لكن محمد قاسم على الكرة. ما زال الشرطة يحاول أن يخطف الفوز، يحاول أن يخطف الهدف الثالث. زاخو ما زال يقاتل. أبناء الخابور يقدمون واحدة من أجمل المباريات. طبعا في الشوط الأول لم يكن مستوى زاخو في الشوط الأول كما هو معهود. عادوا في الشوط الثاني، كرة خطرة، هو الثالث، هو المواس. قلت لكم الثالث قادم، المباراة لن تنتهي 2-2، والسؤال الذي كان قائما من سيحسم الموقعة يجيب عليه بكل صراحة محمود المواس السوري، يضع الشرطة فوق الراس. أبو شكرية المحمود هو من يسجل. محمود المواس يأبى إلا أن يضع بصمته في اللقاء، يسجل في هذه الأثناء ويعطي الشرطة الأفضلية ويفرح جماهيرهم الأعزاء، وبالتالي هدف قاتل للشرطة أمام أنظار السيد أبو الهيل الذي فعل كل شيء في الشوط الثاني. وهذه التمريرة الحلوة اللي كانت محمد داوود لعلي يوسف، والدربكة أمام المرمى أو المواس، محمود المواس لدغها دفعها وقالها روحي ودخل للشباك وخلصينه. والثالث سجلينه، وبالتالي الثالث للشرطة، وصارت 3-2. القيثارة الخضراء يأبون إلا أن يضعوا بصمتهم في اللقاء، يعزفون على أجمل الأوتار، يعزفون أجمل الألحان، ويسجلون من أجل النقاط الثلاث التي سيصلوا بها إلى النقطة 13. إذن المواس يصل بالشرطة إلى النقطة 13 وإلى الصدارة الشرطاوية، وفرحة أبناء القيثارة الخضراء في المدرجات وخلف الشاشات. هذا ما كانوا ينتظرون، هذا ما كانوا يأملون، هذا ما كان حاضرا، ووصلوا إلى ما كانوا يطمحون. بالتالي آخر دقيقة من عمر الوقت بدل الضايع، الأربع دقائق اللي ضافها السيد محمد سلمان على الوقت الأصلي للمباراة، لم يتبقى منه سوى ثواني بالدقيقة الأخيرة، وزاخو استقبلت شباكه هدف ثالث وتلقى هدف في وقت قاتل. صعب تعويضه إلا إذا تكرر سيناريو ما حدث ببداية الشوط الثاني، كما سجل زاخو وعاد بغضون دقيقة الشرطة ليعدل أمام أنظار السيد بتروفيتش. ها يا بتروفيتش، سولفنا واحكينا الأيام الجاية منو راح يكون مع المنتخب، وبالتالي هو يستمر بمتابعة المباريات. وهنا الجمهور الشرطاوي الأخضر الشرطاوي، حبه والله مو بدين، هذا الأخضر الشرطاوي عاشقين بالتأكيد. جماهير الشرطة ما زالت تقف في المدرجات وتساند وتؤازر خلف فريقها. ممكن هدف رابع، محمود المواس يكسب الدقائق الأخيرة أو هي الثواني الأخيرة، يحاول قتل الوقت، وبالتالي هي خلاص صعبة جدا على زاخو. نقول من الآن مبروك للشرطة، وهارد لك لزاخو، والمواس صنع الفارق وحسمها
بهدف في وقت قاتل، وبالتالي 3-2 تضيف النقاط الثلاث الجديدة لفريق الشرطة، وأول خسارة لزاخو في الجولة الخامسة من دورينا. أول خسارة، وهنا تأتي صافرة حكم المباراة الدولي السيد محمد سلمان يعلن نهاية هذه الموقعة المجنونة بفوز شرطاوي بثلاثة أهداف مقابل هدفين لزاخو. أنا أريد أبارك أيضا لزاخو هذا المجهود وهذا الأداء رغم الخسارة، لكن نقول مبروك للفريقين على الأداء. أما على مستوى النتيجة نقول مبروك للشرطة وهارد لك لزاخو. وهنا مشادة واحتكاك بسيط ما بين اللاعبين وحكم المباراة يتدخل، وبالتالي نتمناها أن تخرج إلى بر الأمان. تحياتي عبد الله العامري، كنت معكم في التعليق والوصف الكامل على هذه المباراة، على أمل أن ألقاكم في مباريات قادمة. حتى ذلك الحين أترك التعليق لكم على هذه اللقطات في نهاية المباراة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.